بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة أول سيشن في الكورس بتاع الجراحة هنتكلم فيها إن شاء الله عن الهيموريدج والهيموستاتيك disorders. طبعا الكونتنت بتاعنا هيبقى الكوزز اوف hemorrhage والكلاسيفيكيشن اوف bleeding. هنتكلم على الكلاسز والكلينيكال بيكتشر بتاع الهيموريدج. هنتكلم على المانجمنت اوف hemorrhage. هنتكلم على الكومبليكيشنز بتاع البلاد ترانسفيوجن، نقطة في غاية الأهمية. هنتكلم على الهيموستاتيك disorders، المشاكل اللي ممكن تحصل اللي تخلي التجلط يبقى فيه مشكلة. والنقطة الأخيرة إزاي تحضر العيان اللي عنده هيموفيليا إنه يعمل جراحة. أول نقطة معانا هي أسباب الهيموريدج والكلاسيفيكيشن أوف بليدنج. أولا عندنا سببين، يعني أنا وأنا بذاكر لازم بقسم الدرس بتاعي إلى نقاط رئيسية زي ما احنا قلنا في الأول. احنا الكورس المحاضرة دي عبارة عن 6 نقط اللي هما قدامي دول، يبقى أنا خلاص أنا عارف إن أنا هذاكر هنا 6 نقط. كل نقطة من دول أقسمها إلى نقط أصغر وهكذا عشان دماغي تبقى منظمة. طب احنا ايه اسباب الهيموريدج؟ والله الهيموريدج ليه سببين رئيسيتين، يا اما تروماتيك انجري يا اما اصابات، يا اما ميديكال ديس اوردرز يعني مشاكل عند المريض ملهاش علاقه بالاصابه، او هو ما اتخبطش او ما حصلوش حادثه او وات ايفر وهيحصل له نزيف، او العيان هيجي له نزيف بسبب اصابه ما. يبقى انا عندي حاجتين رئيسيتين، اولا تروماتيك انجري دي النقطه الاولانيه، ثم ميديكال كونديشنز ودي النقطه الثانيه. هنبدأ نتكلم الأول على التروماتيك انجري. ولما نيجي نتكلم على التروماتيك انجري أحب إن حضرتك تقسمهم بالمقارنة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما أذاكر الحاجة بالمقارنة هبقى فاهمها بشكل أفضل، والتضاد بيوضح الحاجة أكتر. طيب تعالوا كده نشوف إيه النقاط اللي عندنا وإيه الأسباب اللي ممكن تعمل تروما. والله حضرتك أول حاجة عندي abrasions، هيماتوما، laceration، incision أو incised wound، puncture، كونتيوجن. طبعا كلمه ووند دي هي تكمله للسيريشن، كونتيوجن وكراشنج انجز. حلو قوي. طيب تعالى نقولهم كده، نحاول ان احنا نخليهم بالتضاد عشان يبقوا واضحين اكتر. اول حاجه عندنا هي الابريشن. يعني ايه ابريشن؟ ابريشن بالعربي كده خربوش. يعني مثلا لو واحد بيتخانق مع واحد او واحد عنده ضوافر وخربش حد، ده بنقول عليه ابريجن يعني ان انا عملت انجري سطحي، يعني غالبا خربشت، شلت الطبقه السطحيه من الجلد اللي هو الابيديرمس، غالبا ما وصلتش للديرمس. يبقى الابريشن ده يعني ايه؟ يعني خربوش، اصابه سطحيه جدا. طيب يعني ايه كراشنج انجريز؟ كراشنج انجريز يعني اصابات هرسيه، كراش. يعني واحد عامل شغال في مكان ما، وقع على رجله حاجه تقيله، هرست رجله دي اتهرست خالص، يسموها كراشنج انجريز. كويس قوي. طيب في عندي حاجه اسمها بانكتشر ووند. بانكتشر ووند ليها اسم تاني، اسمها التاني حاجه اسمها ستاب ووند. ستاب ووند يعني ايه بانكتشر ووند او ستاب ووند؟ يعني الاداه الحاده اللي بتعمل او اللي حصل بيها التروما اخترقت الجسم وداخله بشكل بيربنديكولار. يعني لو انا جبت سكينه او جبت حته ازازه ومشيت بشكل سطحي على الجلد، هتفتح الجلد بس، اللي هي تعمل لي انسايزد ووند او الكات ووند اللي لسه هنقوله كمان شويه. امال انا بتكلم دلوقتي على البانكتشر ووند. يعني ايه بانكتشر ووند او ستاب ووند؟ يعني حاجه بنقول عليها طعنه نافذه، او حاجه نافذه بتدخل بتخرم الجلد بتاعي وداخله بيربنديكولار. اوكي. فالبانكتشر ووند او الستاب ووند، هو البانكتشر ده لو هي سطحيه او يعني حاجه صغيره زي مثلا دبوس، انما ستاب ووند دي لو سكينه او ازازه دخلت بشكل ايه؟ بشكل بيربنديكولار على الجلد. طبعا الكلام ده هنشوفه يعني بتفاصيل اكتر في الدرس بتاع الوونز ان شاء الله، ولكن برضه انا حابب ان حضرتك تبقى فاهمه من هنا. طب كلام كويس قوي. عندي بقى حاجتين مهمين قوي قوي قوي، كل الكلام ده كلام لطيف جدا، ولكن اللي يهمني قوي هنا اللي حضرتك تبقى فاهمه الفرق ما بين الهيماتوما والفرق ما بين الكونتيوجن. الهيماتوما والكونتيوجن ادي اول حاجه لازم نفرق ما بينهم، واللاسيريتد ووند والانسايزد ووند او الكات ووند لازم نفرق ما بينهم. طب عشان نفرق ما بينهم تعالى نتفرج على الصور دي هنفهم اكتر. لما تيجي تبص على الصوره الاولانيه دي لاسيريتد ووند ولا كات ووند او انسايز ووند؟ لا دي لاسيريتد ووند. يعني ايه لاسيريتد ووند؟ لاسيريتد ووند يعني جرح متهتك. يعني ايه جرح متهتك؟ يعني الجرح ده شكله uneven، شكله يعني مش معمول بطريقه منظمه. يعني الجرح ده ديستورت، شكله غريب. انما الجرح اللي جنبه ده بنقول عليه كات ووند او بنقول عليه انسايزد ووند. كات ووند او انسايزد ووند. الكات ووند او الانسايزد ووند ده معناها ان الاصابه هنا كانت بآلة حاده، والجرح بيبقى شكله منظم. يعني زي بالظبط الانسجن الجراحي اللي احنا بنعمله، عشان كده اسمها انسايز ووند. او زي الكات ووند، واحد اتقطع بحته ازازه، وبالتالي الجرح اللي عند شايف، بص الجرح عباره عن ايه؟ عباره عن خط. الجرح خط
والاله الحاده دي عدت منها. امال هنا ده شكله عامل ازاي؟ بص، شكله ملوش ملامح، شكله irregular. يبقى لما الجرح يبقى irregular نقول عليه lacerated wound، ولما جرح يبقى regular ومنظم نقول عليه cut wound او incised wound. طب هو الموضوع بيحصل ازاي؟ الموضوع بيحصل، او الاصابات المنظر بتاعها زي ما احنا شايفين كده بيبقى سببه حاجتين: اولا الاله او الحاجه اللي عملت الاصابه، ثانيا طريقه الاصابه. يعني مثلا لو حضرتك اتعورت بمشرط او بازازه او بحاجه حاده، الحاجه الحاده تعمل لي كاتون، يستحيل تعمل لسريه الدهون. انما الحاجه الرديه او بيقولوا عليها البلانت تروما. يعني ايه بلانت تروما؟ يعني حضرتك والله واحد جاب عصايه ضرب واحد على دماغه كويس، او ضرب واحد على رجله زي الصوره اللي عندنا دي. لما ضربه على رجله ايه اللي حصل؟ خلي بالك الجلد بتاعنا ده ليه حاجه اسمها ستريتشابيليتي او حاجه اسمها تنسايل سترينث. يعني انا لو جيت خبطتك على رجلك، خبطتك على ايدك، مش هيحصل حاجه لان خبطتك خبطه بسيطه. انما لو واحد جه بكل عزمه وبكل قوته ضربك بعصايه جامده جدا ونزل على رجلك، ايه اللي هيحصل؟ الجلد هيتفتق من بعضه، هيتمزق من بعضه، ويعمل المنظر اللي حضرتك شايفه ده، وبيبقى حاجه irregular خالص، فبنسميها lacerated wound. يبقى اذا اللاسيريشن ووند او اللاسيريتد ووند والانسايزد ووند او الكات ووند، دول بفرق بينهم زي الصورتين دول بالظبط. طيب النقطة التانية، عندي حاجة اسمها هيماتوما وكونتيوجن. طب ايه الفرق بين الهيماتوما والكونتيوجن؟ بص حضرتك، الهيماتوما دي عبارة عن، نحاول اشوف بس مكان فاضي اكتب لحضراتكم فيه. بص يا فندم، دلوقتي لو انا هقول هنا كده هيماتوما وهنا كونتيوجن، الهيماتوما دي عبارة عن تجمع دموي، دي عبارة عن localized collection of blood. كلام جميل. طب امال الكونتيوجن؟ الكونتيوجن دي اللي بيتقال عليها بروز. بروز يعني كدمه. هتقول لي ما هما ايوه هما الاثنين قريبين من بعض بس المنظر مختلف. الهيماتوما دي، العيان عنده هيماتوما ده غالبا الفيسل اللي اتعور عنده هو عباره عن فيسل كبير، غالبا هنا لارج فيسل، يعني ارتري كبير او فين كبير كويس، فنزل دم كتير. الدم ده اتجمع وكلكع في حته بقى زي الكلكيعه، يعني المكان ده حته بتبقى الجلد مرفوع، المكان ده مورم كده زي الكيس الدهني او الخراج، حته كبيره كده فيها تجمع دموي. انما البروز او الكدمه مفيش تجمع او مفيش حته بارزه، ده هو المكان اللي فيه الكدمه ده بسوى الجلد عادي خالص، زيه زي الجلد مش متجمع. امال ايه اللي حصل في البروز؟ ده غالبا هنا سمول فيسل او كابيلاري اللي اتعور، سمول فيسل او كابيلاري هو اللي اتعور. وبالتالي التجمع بتاع الدم هنا او كميه الدم اللي طلعت هنا كميه دم قليله، فالدم ده بيبدا يسرح ما بين الخلايا، انما مش بيزق الخلايا ويعمل تجمع. وبالتالي هنا بنقول ان البروز او الكدمه هو ان البلاد في الانترستيشال سبيس ما بين التيشوز، ماشي ما بين التيشوز، انما هو ما كانش زياده قوي لدرجه ان هو يزق الانسجه ويعمل تجمع. فالكونتيوجن او اللي بنقول عليها بروز او الكدمه دي بتبقى اولا نوت سويلنج، يعني ما فيش تجمع، ما بتبقاش بارزه عن الجلد، بيبقى مجرد كالر تشينج، حته كده لونها مختلف شويه. غالبا الفيسل اللي اتعور هنا بيبقى فيسل صغير، وبالتالي بيطلع شويه دم قليلين، انما هنا بيبقى لارج فيسل يعمل لوكالايزد كولكشن اوف بلاد اللي هي الهيماتوما. طب تيجي تقول لي طب الكونتيوجن ده علاجه ايه؟ والله الكونتيوجن ده ممكن علاجه جاست ان انت تديله يعني حاجات كمادات وريست والكلام ده كله. انما الهيماتوما في الغالب هتحتاج تفريغ، لازم نفتح بالمشرط ونطلع لان تبقى كتله دم كبيره وغالبا بتتجلط وممكن تعمل انفكشن وابسس. يبقى احنا اذا نرجع لمرجوعنا مرة أخرى. التروماتيك انجري قد يكون ابريجن خربوش، قد يكون كراشنج انجريز إصابات هرسية، قد يكون بانكشر أو ستاب ووند إن الآلة الحادة دخلت بيربنديكولار، قد يكون لاسيريشن أو انسيجن أو انسايزد ووند زي ما قلنا هنا الفرق ما بينهم، قد يكون كونتيوجن أو هيماتوما، وفهمنا الفرق ما بين الكونتيوجن والهيماتوما. طيب النقطة اللي بعد كده الميديكال كونديشن، يعني والله هذا الشخص جه الطوارئ عنده نزيف، ولكن طب هو اتخبط يا جماعة؟ لا. طب هو وقع من حتة؟ لا. طب كرك؟ طب امال ايه اللي حصل؟ يقول لك والله الميديكال كونديشن ده البلاد سكيب فروم ذا بلاد فيسلز، لان العيان ده عنده مشكلة، يا اما مشكلة خلي بال حضرتك بقى، يا اما المشكلة اللي عند هذا الشخص، ليكم معايا ثانية واحدة، والله يا اما المشكلة اللي عند هذا الشخص، انا عندي ده البلاد فيسل اهو صح كويس، ادي الجدار بتاعه، يا مشكلة في الجدار يا اما مشكله في البلد اللي جوه الجدار او مشكله في اللي جوه الجدار. فبنقول يا اما انترافاسكولار تشينجز، يعني انترافاسكولار تشينجز يعني حاجه جوه البلاد فيسلز فيها مشكله، او انتراميورال، ميورال يعني في الوول، ميورال يعني مشكله في الوول ذات نفسه. طب ايه الانترافاسكولار تشينجز اللي ممكن تعمل لي الموضوع ده وانا ممكن تعمل لي بليدنج؟ اولا انكريز بلاد بريشر، واحد ضغطه عالي جدا 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 وان كنترول وما يعرفش ان عنده ضغط، ضغط عالي جدا جدا لدرجه ان من كتر الضغط البلاد فيسل فرقع،
زي حاجه شهيره جدا، يجي عيان يقول لك ده عنده برين هيموريج، عنده نزيف على المخ لان حصل انفجار للاوعيه الدمويه اللي في المخ او للارترز اللي في المخ. يبقى اذا هنا مشكله البليدنج مشكله جوه البلاد فيسل، ان الضغط عالي او decrease the clotting factors، واحد لاي سبب من الاسباب زي ما هنقول قدام عنده نقص في الكلوت، عنده هيموفيليا. وبالتالي هل العيان ده النزيف اللي عنده بسبب تروما؟ لا، ده عنده مشكله طبيه اللي هي الهيموفيليا هي اللي عملت له النزيف. طب الانتراميورال تشينجز، تغيرات في الجدار بقى نفسه، الجدار بتاع الاوعيه الدمويه. خلي بال حضرتك ان التشينجز arising within الوول اوف ذا بلاد فيسلز، او المشاكل اللي في الوول اوف ذا بلاد قد يكون من الحاجات الاتيه دي. قالك 1 انيوريزم، 2 فاسكولايتس، 3 فاريكوز فين، 4 اوسوفجيال فيروسز. تعالى ناخدهم واحد واحد كده. اولا هناخد الاثنين الكومن اللي يهمونا قوي في الجراحه. لو تاخد بال سعادتك، الراجل اللي قدامنا ده عنده فاريكوز فينز اللي هي دوالي في الرجلين، حاجه شهيره كلنا شفناها. والنقطه اللي جنبه ده عنده انيوريزم. طب اقول لحضرتك على حاجه، الانيوريزم ده ما يجيش غير في الارترز، الانيوريزم ده ما يحصلش في الفينز، الانيوريزم ده يحصلش فين؟ غير في الارتر. معناه إيه انيوريزم؟ يعني معناها دايلاتيشن طالع من الوول، يعني في حته بارزه بره الوول بتاع الفيسل. الحته اللي بارزه لبره دي اكيد اكيد ويك، لان انت الوول كان كده، فالوول ده حصل له ستريتش كده وطلع منه الحته الاضافيه دي، والدم ابتدى يخش هنا ويتجمع هنا في المكان ده. يبقى اذا هذا الجدار هنا اصبح ضعيف ولا مش ضعيف؟ الحته دي ضعيفه جدا، وارد جدا انها مع زياده الضغط انها تفرقع. يبقى اذا الانيوريزم ده يمثل ضعف في الجدار. طب ايه سببه؟ لا، ليه اسباب كتير قوي، منها كونجينيتال ويكنس، منها زياده في الضغط نفسه، هو اللي يعني زياده الضغط تعمل انيوريزم، والانيوريزم ينزف مع زياده الضغط. يبقى اذا الانيوريزم معناها دايلاتيشن اوف ذا وول اوف ذا بلاد فيسل، مينلي طبعا الارترز، والدايلاتيشن ده لايبل فور بريدنج. طب النقطه الثانيه، الفاريكوز فين، والله ده واحد عنده الدوالي اللي هي الاورده بتاعت رجليه السطحيه حصل فيها ويكنس وبقت دايليتد زي ما حضرتك شايف كده. طب دي ممكن طبعا لما الوول بتاع الفين، الوول الطبيعي كده، طب الوول ده حصل فيه دايلاتيشن وبقى كده، بقى واسع جدا جدا وفيري ويك، وبالتالي ده رايبل فور بليدنج. يبقى اذا لما يحصل عندي مشكله في الاورده فاريكوز فينز، مشكله في الشرايين انيوريزم، كل ده يخلي هذه الاورده او هذه الشرايين عرضه للبليدنج، وكلها مشاكل في الجدار. طب فاسكولايتس، انفلاميشن بيحصل، ممكن يحصل في الارتري، في الفين، في الكابيلري، برضو اكتر في الارتري، يعمل لي بليدنج. اوسوفيجيال فيروسز، لو حضرتك تفتكر في حاجه عندنا اسمها ليفر سيروزز، واحد عنده تليف في الكبد. طيب التليف اللي في الكبد ده بيؤدي الى حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني خلي بال حضرتك، بس صفحه بيضاء عشان نشوف. خلي بال حضرتك، انا عندي الليفر بتاعي اهو، كلام كويس قوي. وبعدين عندي حاجه اسمها البورتال فين، بياخد البلد. منين اللي بياخد البورتال فين ده يا باشا؟ بياخد من الاسوفيجس، وبياخد من الاستومك، وبياخد من السمول انتستين. واخد بال حضرتك؟ كل الفينوس درينج بتاعهم بيمشي عن طريق مين؟ عن طريق البورتال فين ويروح على الليفر. طب هنفرض الليفر فيه مشكله، الليفر فيه سيروزس، والتليف ده بيخلي البورتال فين مش عارف يفضي هنا. طب البلد اللي هنا ده عايز يرجع، فيبدأ يتفتح عندي حاجة اسمها بورتوجيفال شانس، يعني شانس او زي وصلات ما بين البورتال سيستم وبين السيستميك سيركيوليشن. طب الشانس دي من ضمن اماكنها هنا في الاخر حته في المريء، اخر حته في الاسوفيجس، اسمها اوسوفوجيال فيرسز. ان الفينز دي المفروض ادي ده فين اهو، وادي فين اهو، المفروض الفين ده مش شغال في العادي، امال لما الضغط هنا عالي الفين ده اشتغل، فيبدأ البلد يروح من البورتال على السيستميك، من البورتال سيركيوليشن على السيستميك سيركيوليشن. فيبدا المكان ده الفينز فيه الضغط، هي مش الفينز دي مش متعوده على الضغط العالي ده، لان كل الدم اللي مش عارف يخش الليفر بيرجع هنا، وبالتالي كميه الدم اللي هنا تبقى كتير قوي. الاورده اللي هنا دي اللي احنا بنحاول نرجع من خلالها الدم تبقى دايليتد قوي، وعامله زي الفاريكوز فين اللي احنا لسه شايفينها فوق دي. وبالتالي النتيجه ان الاوسوفجيال فيرسز دي برضه تنزف. يبقى فيرسز اوسوفجيال هي الفاريكوز فينز، ولكن على حسب المكان. يبقى اذا نراجع السلايد دي سريعا، ان الميديكال كونديشنز قد تكون مشكله في البلاد، مشكله انترافاسكولار تشينجز زي زياده الضغط او نقص في الكلوتينج فاكتورز. قد يكون انتراميورال تشينجز، يعني تغيرات في الوول نفسه، الانيوريزم او الفاسكولايتس او الفاريكوز فينز او الاوسوفيجيال فيروسز. طب نيجي نقسم، بص حضرتك احنا بنقسم البليدنج على طريقتين. الطريقه الاولانيه بنقسم البليدنج اكوردنج للوكيشن،
يعني هل النزيف ده نزيف خارجي external bleeding زي مثلا واحد اتعور بسكينه ايده بتنزف يبقى ده external bleeding، او internal bleeding وهو الأسوأ ان الواحد بينزف داخليا زي مثلا واحد خبط بالعربيه السبلين اتعور بينزف جوه البطن. يبقى اذا النزيف بالنسبه لي يا internal يا external، والاكسترنال سهل السيطره عليه انما الانترنال للاسف أسوأ، لازم تدخل جراحي سريع. طيب الفيسل تايب برضو ممكن اقسم البليدنج على حسب انه فيسل اللي بينزف، قد يكون ارتيريال قد يكون فينس قد يكون كابيلر. تعال نشوف ايه الفرق ما بين الارتيريال بليدنج والفينس بليد. طب ليه لازم اعرف؟ لازم اعرف لان لو البليدنج اللي عندي ده ارتيريال، لا البليدنج الارتيريال ده مش هيقف غير لو انا عملت سيلينج للارتري بينزف، عمره ما هيكواجيليت لوحده. طب لو فينس بليدنج، لا الفينس بليدنج ممكن مع الكompression يقف. طب الكابيلاري بليدنج ده حتى من غير compression ممكن يقف، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا احدد طبيعه البليدنج او اعرف شكل البليدنج عشان اقدر امانج الموضوع. اولا الارتيريال بليدنج سيفيريتي ده الموست سيريس مش محتاجه كلام، لان ده نزيف من شريان، حتى لو شريان صغير هيقدر يفقد كميه دم كبيره قوي لان الضغط عالي جدا جواه. طب لون الدم ايه؟ لون الدم برايت ريد. ليه يا فندم؟ لان الدم ده ارتيريال جاي من القلب، وبالتالي فيه اوكسجينيتد هيموجلوبين، وبالتالي هذا المريض لما ينزف الاقي الدم لونه احمر. فلما مثلا عيان عامل عمليه وانا حاطط له درين، حاطط له خرطوم كده جوه مكان، مثلا عامل عمليه زايده وانا حاطط له درين او خرطوم متوصل بكيس بره، هذا الخرطوم اللي اتوصل بكيس بره انا حاطه عشان لو في لا قدر الله نزيف، طب لقيت العيان الكيس ده عمال يملى دم احمر، يبقى اذا العيان ده بينزف ارتيريا لازم اخش افتح العيان. طب لقيت شويه دم لونهم غامق جايين، لا ده شويه فينس بلاد، يبقى ممكن ايه نتعامل مع الموضوع او نصبر على الموضوع. طب الباترن اوف بليدنج ودي مهمه جدا، يقول لك شكل النزيف سبيرت، عارفين سبيرتنج؟ يعني بيقذف الدم عمال بينقذف او بيطلع بقوه عاليه جدا، جيت زي بالظبط اللي ماسك خرطوم ميه وعمال يحدف جامد قوي. لو تاخد بال حضرتك ده بيبقى منظر السبيرتنج او المنظر بتاع الارتيريال بليدنج. انت الارتري بيعمل جيتس يعني عمال يقذف لبره جامد قوي، وفي نفس الوقت بيطلع وينزل مع البلس اب اند داون مع البلس، فده بنسميها السبيرتنج او الجيت بتاع الارتيريال بليدنج. طيب يبقى اذا ده بالنسبه للارتيريال بليدنج قلنا ان هو السيفيريتي هو الموست سيفير، البلاد كولر يبقى برايت ريد عشان هو اوكسجينيتد هيموجلوبين، سبيرتنج از جيت زي ما شفنا في الفيديو، كلوتنج ابيليتي بتاعته ليس لايبل تو. طب ليه ليس لايبل تو كلوت؟ لان مع البريشر العالي قوي ومع التدفق السريع قوي ده يستحيل ان يحصل كلوتنج. كلوتنج عشان يحصل لازم يبقى التدفق بتاع الدم بطيء، ولازم يبقى الفلو بطيء، ولازم يبقى البريشر قليل عشان يحصل كلوتنج، وبالتالي الارتيريال بليدنج يستحيل يقف لوحده، يستحيل يحصل له كلوتنج. طب الريت اوف بلاد لوس هنا لارج طبعا، لارج جدا، وبالتالي العيان ده ممكن يموت في وقت قليل، وخصوصا لو البلاد فيسل كبير، وبالتالي العيان ممكن هو يتوفى في وقت قليل قوي، يعني مثلا لو الاورطه اتكلم في دقائق وممكن العيان يفقد حياته. الفينوس بليدنج بلاد كلر بتاعه دارك ريد، بيبقى احمر غامق يميل الى الزرقه شويه، لانه طبعا فيه دي اوكسجينيتد بلاد، دي اوكسجينيتد بلاد. اوكي. طيب النقطة التانية بيقول لك إن الباترن اوف فلو بتاعه ودرجة تدفق ستيدي أند كوبيس. يعني إيه ستيدي أند كوبيس؟ ستيدي معناها إن التدفق مستمر على طول كأنك فاتح حنفية، فالتدفق زي ما هو مش بيطلع وينزل أب أند داون رايز أند فول مع البالس. وكوبيس كمية كبيرة، ليه؟ لأن الفينز كمية الدم اللي فيها مش قليلة، هو الضغط قليل ولكن كمية الدم اللي فيها كبيرة، وبالتالي الستيدي اند كوبيس فلو تلاقي الدم عمال يطلع بشكل مستمر بالتدفق بشكل مستمر، نقول عليها تبع الفينس بليدنج. الريت اوف بلاد لوس، البلاد لوس هنا رابيد، وخصوصا لو لارج فينز، يعني لو فين صغير ما يبقاش البليدنج منه حاجه تقلق، انما الريت اوف بلاد لوس لو طبعا لو فين كبير زي مثلا احنا شغالين في عمليه في البطن والانفيرو فين كيف اتعور، لا ممكن يموت العيان، او البورتال فين اتعور ممكن يموت العيان. طبعا البلاد لوس بتاعه بيبقى رابid، ولكن الكنترول بتاعه احسن. ليه؟ لان الضغط قليل، وبالتالي خلي بالك من النقطه المهمه دي ان easier to be controlled الفينس bleeding easier to be controlled than الارتيريال bleeding، وده طبعا بسبب الضغط. طب الكابيلاري بليدنج ده بقى ظريف جدا. اولا السيفيريتي بتاعته اولا هو نوت سيريس، ايزلي كنترول، الكالر بتاعه برايت ريد لانه اوكسجينيتد بلاد، الباترن اوف فلو يقول لك رابيد اوز. عارفين رابيد اوز؟ اوز يعني كأن ايه حاجه بتدمع او بتنقط كده، عارف فاتح الحنفيه والحنفيه بتنقط. فلو احنا مثلا ده الجرح بتاعنا، واحنا مثلا والعيان عاملين له عمليه هنا، تلاقي ايه الكابيلاري بليدنج، تلاقي في نقطه هنا، نقطه دم هنا 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 هنا، نقول عليه اوزنج. اوزنج يعني الجرح بيدمع او بينقط كده حاجات بسيطه. فالرابيد اوز ده
او الاوزنج ده ما يعملش مشكله خالص. ده انا حتى لو قفلت العيان على هذا الوضع هيعمل كلوتنج ويقفل مع نفسه ويستوب باي اتسلف. يبقى الكابيلاري بليدنج بالنسبه لي مالهاش من الا بقى ايه، ركز في النقطه دي قوي. لو العيان ده عنده كابيلاري بليدنج وعنده هيموفيليا لا ممكن يحصل مشكله. لو الكابيلاري بليدنج ده استمر فتره طويله، انت خلي بالك، انت لو عندك حنفيه بتنقط نقطه والبلاعه مسدوده، لا النقطه دي نقطه على نقطه على نقطه في خلال كام ساعه هيبقى كميه كبيره نزلت. يبقى اذا لو انت if continuing for many hours blood loss can become serious as in hemophilia. ولكن في الانسان الطبيعي الكابيلاري بليدنج غالبا بيقف لوحده. طيب النقطة اللي بعد كده معانا هي الكلاسز والكلينيكال بيكتشر اوف هيموريدج، واحب ان حضرتك تركز قوي 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 في الحتة دي. ليه بقى؟ لان الكلينيكال بيكتشر اوف هيموريدج هي الكلينيكال بيكتشر بتاعة الهايبوفوليميك شوك اللي هناخدها ان شاء الله في محاضرات قادمة. يبقى اذا ركز فيها قوي معايا. يقول لك اولا هيستوري اوف ذا كوز تروما او بليدنج تندنسي، يعني عين يجي لك في الطوارئ يقول لك والله ده انا اتخبطت او اتعورت وده اللي عامل النزيف، او بليدنج تندنسي والله لا ده انا مريض اصلا هيموفيليا ولقيت نفسي رجلي بتزرق، لقيت نفسي مش عارف حصل ايه، او لقيت نفسي بنزف. يبقى اذا البليدنج تندنسي او تروما ده الهيستوري اللي هيجي العيان يقوله او المرافقين اللي معاه لو هو مش في وعيه. طب السيمتومز بتاعتي، العيان هيجي يشتكي من ايه؟ لا العيان اللي بينزف ده عنده سنس اوف كولدنس، حاسس ان هو بردان جدا، ثيرست سensation، عنده عطش شديد، انكسايتي اند irritability، العيان متوتر جدا ومتعصب وبيزعق وفي حاله هياج جامده قوي. الساينز دي الحاجات اللي انا كدكتور بقدر ان انا اطلعها من المريض. طب تعالى نفهم ايه السيمتومز دي بتحصل. يقول لك بص، اي مريض بيتعرض لستريس او الجسم بتاعه بيتعرض لستريس، الجسم بيشغل حاجه اسمها الانتي ستريس، او بيشغل الميكانيزمز الستريس ميكانيزمز او انظمه في الجسم عشان تحافظ على الضغط وتقاوم هذا الاسترس. طب ايه الاسترس ميكانيزمز دول؟ عندنا حاجتين رئيسيتين بحرف السي. ايه هما؟ يطلع عندي الكورتيزول والكاتيكولامينز. الكورتيزول ده بيطلع من السوبرا رينال جلاند، كلام جميل. طب الكاتيكولامينز دي اللي هي ايه؟ الادرينالين والنور ادرينالين اللي بيشتغلوا عن طريق السيمباثيك نيرفس سيستم. يبقى اذا انا لما اتعرض لستريسفول كونديشن زي بليدنج جامد قوي او اصابه جامده قوي، يبدا يشتغل عندي حاجتين بحرف السي لا تنساهم، الكورتيزول يعلى والكاتيكولامينز، ودي الاهم والاكثر ارتباطا بموضوعنا، الكاتيكولامينز اللي هي تشغيل السمباثيك نيرفس سيستم. والسمباثيك نيرفس سيستم لما يشتغل يبدا يعمل بقى فازو كونستريكشن في البريفرال فيسلز. انا دلوقتي واحد بينزف، فانا دلوقتي عايز احافظ على ايه؟ بيهمني صوابع رجليه وصوابع ايديه، ولا يهمني القلب والمخ والحاجات السنترال؟ لا يهمني الهارت والبرين. وبالتالي يحصل فازو كونستريكشن في البريفري، ويحصل فازو دايلاتيشن في الفيسلز بتاعت الهارت والفيسلز بتاعت البرين. يبقى اذا انا بحافظ او بعمل دايفيرجن للبلاد من البريفري الى الجزء السنتر. طيب ادي حاجه مهمه. النقطه الثانيه، لما يحصل بليدنج في سبيشالايز سيلز موجوده في النفرونز في الكدني اسمها ميزنكايمال سيلز، بتحس لما الضغط يقل، فيري سنسيتيف. فلما البلاد بريشر يقل يشتغل عندي سيستم اسمه رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم او الراس سيستم. هذا الراس سيستم يعمل ايه؟ يطلع حاجه اسمها انجيوتنسين 2، ويطلع حاجه اسمها، ما هو اسمه رينين انجيوتنسين الدوستيرون، يطلع الدوستيرون. فيعملوا ايه الاثنين دول؟ ده يعمل فازو كونستريكشن برضه، والالدوستيرون يعمل سولت اند ووتر ريتنشن، يحافظ على الميه، يقلل خروج اليورين، ويحافظ على الميه والسولت جوه الجسم عشان يحافظ على البلاد فوليوم. كل دول بيساعدوا على ايه؟ بيساعدوا على تقليل النزيف وزياده البلاد فوليوم والمحافظه على بقاء العيان. طب يجي يقول لحضرتك ليه العيان اللي بينزف ليه يشتكي من سيلز اوف كودنس سيرس سنسيشن؟ يقول لك العيان بيحس ببروده ليه؟ لان خلي بال حضرتك لما بيحصل بليدنج بالعنف ده والكاتيكولامينز دي تشتغل والسمباثيك نيرفس سيستم يشتغل، بيروح للبرين ويستيميوليت الثيرست سنسيشن في البرين. العيان يحس ان هو عطشان جدا، ليه؟ عشان اعوض. العيان يحس طب العيان ليه بيحس بكولدنس؟ لان حضرتك عملت فازو كونستريكشن عنيفه جدا 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 في كل البلاد فيسلز البريفرال، فالعيان يحس انه بردان. ليه؟ لان البلاد مفيش بلاد، ما خلي بالك اللي بيدفينا البلاد، اللي بيدينا درجه حراره البلاد، فالبلاد كله بقى سنترال، انما ايديه ورجليه مفيش فيهم دم خالص، وبالتالي فيهم فازو كونستريكشن، وبالتالي العيان يحس بكولدنس عشان الفازو كونستريكشن. سير سنسيشن ده سنترال، تاثير سنترال للكاتيكولامينز والسمباثيك نيرفس سيستم، انكسايتي اند irritability. خلي بال حضرتك لما البرين بتاع سعادتك يبقى مش واصل له دم كفايه، وكمان مع البليدنج اللي موجود ده كميه الار بي سيز اللي متاحه انها تشيل الاكسجين بقت اقل،
فالبرين في حاله اسكيميا، اي مش اسكيميا حقيقيه، ريلاتيف اسكيميا، وبالتالي نقص الاكسجين سبلاي تو ذا برين مع كمان السمباثيك نيرفس سيستم. خلي بالك ان ده الجهاز العصبي بتاع الفير فايت اند فلايت، وبالتالي بيخليك في حاله توتر شديده جدا وحاسس ان انت في مصيبه هتحصل وبتاع، وبالتالي الانكسايتور تلاقي العيان ده عمال يزعق ويتخانق في الطوارئ. فالانكسايتور ارتابيليتي دي ليها سببين: اولا نقص الاكسجين سبلاي تو ذا برين، والنقطه الثانيه السيفير سمباثيك ستيميوليشن للبرين، لان الادرينالين والادرينالين دول بيخلوا الجسم في حاله توتر شديده جدا. طب ايه الساينس؟ تيجي تبص على العيان ممكن تلاقي اكسترنال بليدنج. يقول لك لما تيجي تسلم على العيان تلاقي العيان مويست سويتي سكين. الله، يعني ايه مويست سويتي سكين؟ او ليها كلمه حلوه كمان احب ان انت تعرفها، اسمها كولد كلامي سكين. كولد كلامي يعني ايه؟ يعني العيان ده ايديه ساقعه ومويست، عشان سويت، ما هي مويست وسويتي نفس الكلمه، يعني مويست سويتي سكين ولكن ايديه ساقعه. طب ليه ايدين العيان ساقعه؟ لان انا لسه قايل لسعادتك في فاز كونستريكشن. طب ليه سويتي؟ خلي بال حضرتك السمباثيك نيرفس سيستم ده بيخلي السويت جلاند تشتغل جامد جدا، فتلاقي العيان ايديه عرقانه قوي. عشان كده العيانين اللي بقى عندهم فرط تعرق بنعمل لهم عمليه اسمها سمباثيكتومي، صح كده؟ يبقى اذا العيان اللي عنده السمباثيك شغال جامد قوي قوي، الادرينالين شغال عالي قوي قوي قوي، العيان ده يحصل له يبقى عنده مويست سويت سكين او كولد كلام سكين. يعني الجلد بتاعه ساقع جدا، الجلد بتاع ايديه ساقع جدا، مويست وسويتي بسبب السمباثيك، وزي ما قلنا بيبقى كولد عشان الفازو كونستريكشن. طيب انكريزنج هارت ريت وريسبيراتوري، طبعا هتلاقي الهارت ريت سريع جدا وريسبيراتوري سريع جدا، ليه؟ السمباثيك اللي شغال. طب انكريزنج بارو، تلاقي العيان شفايفه باهته قوي ووشه باهت، ليه؟ لانه فقد دم. اللي بيخلي العيان وشه احمر او شفايفه حمراء ان فيه هيموجلوبين، ان فيه ار بي سيز. انما العيان لما يفقد كميه كبيره من الدم يبقى بيل، يقول لك العيان ده بيل يا جماعه، العيان ده باهت، العيان ده بينزف. ديكريز بلاد بريشر، طبعا الضغط، ليه الضغط هيقل؟ لان حضرتك عشان الضغط يبقى كويس لازم في كميه دم القلب يضخها، فلما كميه الدم اللي القلب بيضخها تقل، ايه اللي يحصل؟ الضغط يقل. يبقى اذا العيان اللي عنده بليدنج تلاقي البلاد بريشر بتاعه قليل، انما تلاقي الهارت ريت والريسبيراتوري ريت بتاعه عاليين، لازم تبقى فاهم كده. يبقى اذا العيان اللي عنده بينزف تلاقي البلاد بريشر بتاعه قليل، مفيش دم، وبالتالي لان مفيش دم فالقلب محتاج يدق عدد دقات اكتر واكتر واكتر، عشان هو بيدق كميه دم قليلين، يلحقوا يجروا يروحوا يتاكسدوا يروحوا للجسم ويرجعوا له تاني. كويس. طيب ايه كمان يخلي الهارت ريت عالي؟ ان العيان ده عنده سمباثيك اوفر ستيميليشن. طيب decreased urine volume، دي نقطة هامة جدا 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 لازم نقولها، ان اول واهم ساين ان العيان ده عنده لو برفيوجن. لو برفيوجن يعني التغذيه للانسجه بتاعته قلت، اللي بتحصل مع النزيف هي decreased urine output. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا ممكن يجي لي عيان في الطوارئ اقيس له الضغط الاقي ضغطه كويس، الاقي ضغطه مثلا 110 70 120 80، طب اركب له قسطره بول الاقيه ما بيجيبش يورين كويس. يبقى ده معناه ان العيان ده نزف او بينزف، والعيان ده ابتدى يخش في شوك، وفي اول حاجه تتاثر هي الكدني. ليه؟ لان لما البني ادم بيحصل له بليدنج، ولما البني ادم يخش في هايبوفوليميك شوك، لما البني ادم يبقى في حاله هيموريدج، يبدا يقل كميه الدم اللي رايحه للكدنز. من ضمن الانسجه اللي ما بيروحلهاش دم كويس في الاول الجسم بيتغاضى عنها ويركز مع الهارت والبرين، هي الكدني. وبالتالي الكدني حساسه جدا جدا لنقص الدم، والدم بيقل عندها في الاول، وبالتالي نقص البلاد فوليوم، او البلاد فوليوم ده انديكيتور كويس. فالعيان لما مثلا يجي العيان في الطوارئ كان بينزف واحنا ادينا له دم وبلازما وبتاع والعيان بقى كويس، اول ما الاقي العيان جاب بول اتبسط جدا. يقول لك العيان بيجيب بول يبقى العيان عنده جود برفيوجن. يبقى one of the most important points ان العيان عنده جود برفيوجن، ان الاقي عنده جود يورين اوتبوت. يبقى الجود يورين اوتبوت، جود يورين اوتبوت ايكوال جود برفيوجن. ديليت كابيلاري ريفيل، انك تلاقي العيان الكابيلاري بتاعته بتملى متاخر، تيجي تضغط على صباعه كده تلاقي صباعه يبيض، اول ما تشيل ايدك تلاقي الكابيلاريز بتاخد وقت اطول، المفروض انها بتبقى immediate او within 1 or 2 seconds، تلاقي الموضوع بيطول. طيب الجزء او الجدول ده هام جدا جدا، واحب ان احنا نفهمه كويس قوي. يبقى احنا اذا الكلاسز اوف هيموريدج دي من الحاجات الهامه جدا، الجدول ده مهم جدا جدا جدا، لازم حضرتك تبقى فاهمه كويس، تبقى حافظه كويس. تعالى نفهم هذا الجدول. بيقول لحضرتك ان احنا الكلاسز اوف هيموريدج دي بنقسم العيانين اللي بيجوا عندهم نزيف او تعرضوا لنزيف الى 4 كلاسز: 1 2 3 4. دايما كده قاعده ثابته، كل حاجه احنا بنذاكرها لازم تفهم انا بذاكرها ليه، وبالتالي لما تفهم قيمه الحاجه اللي انت بتذاكرها هتبقى انت الموضوع سهل بالنسبه لك. احنا ليه بنذاكر الكلاسز دي؟ يعني ليه اي عيان ما هو بينزف خلاص بينزف، او يبقى نديله المحاليل ونديله الدم؟ لا،
كل عيان بينزف على حسب الكلاس او درجه النزيف اللي حصل له، التعامل معاه يختلف. يبقى اذا هذا الجدول بيخليني اقدر احدد المانجمنت بتاعي. العيان ده نزف كميه قليله يبقى انا هديله محلول ملح بس. لا ده نزف كتير، ده انا هديله محلول ملح وهديله كيس دم. لا نزف كتير قوي هديله 3 اكياس دم. يبقى اذا هذا الجدول بيعرفني المريض نزف قد ايه، وبالتالي اعرف الاصابه بتاعته عنيفه او نزيف عنيف. طب لا ده انا هعالجه ازاي؟ تعال نشوف البارامترز بتاعتنا. اولا اول حاجه 2 بلاد لوس بالملي وبلاد لوس بالمية. يعني مثلا كلاس 1 كميه الدم اللي هو الانسان الطبيعي عنده كام لتر دم؟ تقريبا 5 لتر دم تقريبا يعني. تمام. طيب خلي بال حضرتك، في كلاس 1 هتلاقي العيان كميه الدم اللي فقدها 750 ملي. يعني كام في المية من الدم بتاعه؟ تقريبا 15%. طيب في الكلاس اللي بعده من 750 ملي ل 1500، يعني فقط كام من البرسنتج؟ كام؟ من 15 ل 30%. طب الكلاس اللي بعده من 1500 ل 2000، يعني تقريبا من 30 ل 40%. طب كلاس 4 ده وهو أسوأ حاجة، فقد أكتر من 2 لتر من دمه، يعني أكتر من 40%، داخل على نص دمه. كويس؟ كلام كويس. تعالى بقى نركز في حاجة مهمة قوي. البالس ريت، خد لي دي البالس ريت والريسبيراتوري ريت دلوقتي الاثنين دول مع بعض. هتلاقي ان البالس ريت والريسبيراتوري ريت لو انت ماشي هتلاقي الاثنين بيزيدوا مع بعض. زي ما احنا لسه كنا قايلين قبل كده ان الهارت ريت والريسبيراتوري ريت بيزيدوا في الهيموريدج وفي الهايفوليميك شوك، انما البلاد بريشر بيقل. ده بيبقى بالماينس اما دول بالبلس. فلما تيجي تبص لان الهارت ريت في كلاس 1 ده اقل من 100، ده الطبيعي، ده الانسان العادي. فالكلاس 1 ده اللي فقد 750 مللي ما ياثروش عليه في اي حاجه خالص، وبالتالي هتلاقي البالس ريت بتاعه 100. هتلاقي البلاد بريشر بتاعه نورمال. هتلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعه من 14 ل 20 نورمال. هتلاقي اليورين اوتبوت، ودي في غايه الاهميه، كام؟ اقل من 30. هو اليورين اوتبوت الطبيعي بتاع البني ادم كام؟ من 30 الى 35 ملي بير اور. جميل. يبقى اذا هتلاقي العيان ده اكتر من 30، يبقى العيان ده هتلاقيه كام؟ اكتر من 30، يعني نورمال. كويس. طب الفلويد ريبليسمنت بتاعه، الفلويد ريبليسمنت معناها العيان ده هل فقد دم كتير فمحتاج ان اديله دم، اديله بلاد ترانسفيوجن، ولا فقد كميه دم قليلين فمحتاج اعوضه بسوائل بس؟ لا هنا اديله حاجه اسمها كريستالويد. خلي بال حضرتك برضو في نقطه هامه لازم نبقى فاهمينها. الفلويدز اللي بنديها للبني ادم بنقسمها لحاجتين، حاجه اسمها كريستالويد وحاجه اسمها كولويد. طب ايه الفرق يا دكتور؟ الكريستالويد ده ليها لو موليكولار ويت، وبالتالي ما بتقعدش في السيركيوليشن كتير. كويس. يعني بتطلع من السيركيوليشن بعد فتره قليله، يعني ملهاش افكتيف بلاد فوليوم. امال الكولويد ليها هاي موليكولار ويت، وبالتالي ليها تدي افكتيف بلاد فوليوم تقعد فتره اطول. طب ايه اكزامبل على الكولويد؟ ان انا ادي العيان بلازما مثلا، ده اكزامبل على الكولويد. امال الكريستالويد زي ندي العيان مثلا نورمال سلاين، او ادي العيان محلول اسمه رينجر. ده مثلا لو انا اديت عيان مثلا 500 سم، بعد مثلا ساعتين ثلاثه 500 سم دول اختفوا، ما بقوش موجودين. ليه؟ بيبداوا يطلعوا، يحصل لهم افيوجن بره الفيسلز، ويبداوا يطلعوا من البلاد، مش بيفضلوا موجودين. يعني اقصد انا عايز لو انا العيان نزف جامد قوي، انا عايز ادي العيان فلويد يبقى العيان ده دمه بيلف فيه سائل كتير او بلاد كتير او سائل كتير، يدي افكتيف بلاد بريشر، يخلي يعمل العيان ده ضغط. كويس. فالكولويد الكولويد ده يعني معلق. فالكولويد ده يعني لو انا عايز اقربها لك شويه، الكريستالويد ده حاجه عامله زي الميه اللي بنشربها، انما الكولويد ده حاجه ليها شويه فيسكوستي زياده، وبالتالي خروجها بره البلاد فيسل اقل. يعني كأن حاجه قريبه من العسل شويه، هي مش عسل او مش فيسكوستي زي العسل، اقصد انها بفهمك قد ايه ان هي اتقل من دي. وبالتالي الكولويد دي تقعد في السيركيوليشن فتره اطول، تديني افكتيف بلاد فوليوم، انما الكريستالويد لا، تطلع بسرعه. فلو واحد عنده نزيف بسيط، او واحد مثلا جاي للطوارئ رجع مرتين ثلاثه عنده اسهال، فعنده شويه زي ما بنقول كده ايه، نقص في الفلويد اللي في جسمه، عنده شويه ديهايدريشن، اعوضه بكريستالويد مفيش مشكله خالص. انما امتى ادي كولويد؟ ان انا ادي بلازما او في ماده اسمها ديكستران، هنشوف الكلام ده قدام. الحاجات دي اديها امتى؟ لما يبقى العيان ده لا فقد كميه كبيره، فانا عايز احافظ اديله حاجه تعلي البلاد فوليوم وتفضل قاعده معاه شويه. فنرجع لمرجوعنا هنا، فنقول ان الفلويد ريبليسمنت هنا كريستالويد، وفي كلاس 2 برضه هيبقى كريستالويد، ده العيان ايه؟ ما فقدش دم كتير. انما في كلاس 3 و4 لا، هيبقى كريستالويد اند بلاد، لان العيان هيبقى فاقد هنا كميه كبيره. طيب تعال بص على كلاس 2، هتلاقي العيان هنا زي ما قلنا 750 مللي 1500 مللي 15 30% من دمه، ولكن البلس ريت من 100 ل 120. ابتدينا هنا الهارت ريت ابتدى يعلى، هنا دخلنا هنا في مشكله.
البلاد بريشر ستيل لسه ماسك نفسه. بس ركز بقى في الحته اللي جايه دي، اليورين اوتبوت بتاعه بقى 20 ل 30 والبلاد بريشر نورمال. لسه قايل لحضرتك ان الكدني تتاثر بالنزيف وتتاثر بفقدان الدم قبل البلاد بريشر، قبل ما يسمع في البلاد بريشر. يعني البني ادم يفضل عنده بلاد بريشر الى حد ما كويس برغم ان هو ابتدى يخش في شوك او ابتدى يخش في مشكله. يبقى اذا تلاقي هنا اليورين اوتبوت ابتدى يقل برغم ان البلاد بريشر بتاعه نورمال. عشان كده يقول لك في الام سي كيو في الاسئله، يقول لك مين الموست انديكيتور على البرفيوجن؟ مين الحاجه اللي تعرفني ان البني ادم ده لا جسمه فيه دم كويس او جسمه فيه ضغط كويس او البرفيوجن بتاعه كويس؟ اليورين اوتبوت. الضغط يبقى خادع شويه، الضغط ما بيقلش غير بعد لما البني ادم يفقد كميه محترمه. يبقى اذا في كلاس 2 ده هتلاقي البريشر البلس ريت يعلى، هيبقى 100 ل 120. الريسبيراتوري ريت هيعلى شويه من 20 ل 30. انما البلاد بريشر لسه نورمال. انما اليورين اوتبوت خلي بالك ابتدى يقل من 20 ل 30. خلي بالك لما تيجي تبص على الارقام هتلاقي دايما البارس ريت يعلى والريسبيراتوري ريت يعلى، انما البلاد بريشر يقل واليورين اوتبوت يقل. تعال على اللي بعده. زي ما قلنا خلاص البلاد لوس والبرسنتج. البالس ريت 120 ل 140. البلاد بريشر طبعا هيبدا يقل. الريسبيراتوري 30 ل 35 عنده تكيبنيا محترمه. اليورين اوتبوت من 15 ل 5. انت عارف يعني 15 ل 5؟ يعني العيان ده خلاص بيجيب كميات بسيطه قوي يعني. يعني العيان ده كل ساعه بيجيب 5 مللي او 10 مللي ولا حاجه. فلويد ريبليسمنت لازم هنا ابدا اديله بلاد. طب كلاس 4 ده بقى اللي هو ضايع خالص. انت عندك اكتر من 2000، اكتر من 40%. الهارت ريت بتاعه اكتر من 140. لا ضغطه تلاقي الهارت ريت بتاعه 150 160 دقه، حاجه عنيفه جدا. البلاد بريشر بتاعه في بعض الاحيان ما تبقاش عارف تحسه، يعني يقل قوي، يعني يوصل مثلا ايه 60 على 30 وبعد كده ما تحس مش عارف تقيسه ضغط. وتلاقي طبعا الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي جدا اكتر من 35. واليورين اوتبوت اولموست زيرو نيجليجابل، يعني هم مش شاكين ان ما فيش حاجه، نقطه كده نازله في الخرطوم وخلاص. وطبعا ده لازم يعوض بكريستالويد وبلاد بكميات كبيره. وخلي بالك ان يعني في كثير من الاحيان لما البني ادم بيفقد اكتر من 2 لتر بيخش في حاجه اسمها irreversible شوك للاسف وبيموت. طيب المانجمنت اوف هيموريدج. والله المانجمنت اوف هيموريدج دي انا ازاي اتعامل مع مريض عنده نزيف؟ يقول لك اولا ايه الجولز، انت عايز تعمل ايه؟ اولا عايز كنت اول حاجه عايز اوقف الحنفيه اللي بتخر دي، اقفل البليدنج. النقطه الثانيه احافظ للعيان على سيركيولاتوري بلاد فوليوم، حافظ العيان على ضغط على كميه دم عشان التيشو اوكسجينيشن والبرفيوجن. واخيرا امنع ان العيان يخش في الريفرسبل شوك. طيب الكنترول اوف اكسترنال بليدنج، يبقى دول الثلاث اهداف بتوعي: كنترول اوف بليدنج، مينتين ادكويت سيركيولاتوري بلاد فوليوم فور تيشو اوكسجينيشن، وبريفنت شوك. اولا ازاي كنترول بليدنج؟ والله لو اكسترنال بليدنج هكنترول بليدنج بايه؟ واحد بينزف قدامك هتعمل ايه؟ يا اما مثلا هتعمل كومبريشن، تجيب حته قماشه وتضغط على المكان النزيف. طب هتعمل له حاجه اسمها تورنيكي مثلا، يعني واخد سكينه في نص رجله تطلع فوق عند فخده وتربط ربطه تايت قوي قوي اللي هي التورنيكي، واخد بال حضرتك؟ او ترفع ايده لفوق عشان ما ينزلش. يبقى اذا بعمل حاجات عشان اوقف البليدنج. طب ايه الانديكيشن؟ if a patient is hemorrhage externally، يعني عم بينزف خارجيا من جرح. ايه الميثودز؟ دايركت بريشر، اضغط تمام على البليدنج اريا، او اضغط او اقفل الارتري في المكان اللي بينزف. بروكسيمال تو ذا ووند يعني ايه؟ يعني مثلا ادي مثلا رجل العيان اهي، كويس، جميل، انا واخد سكينه هنا كده، اروح انا حاطط هنا تورنيكي، حاطط هنا رابطه، فاقفل الفيمورال ارتري في مكان لان انت ممكن هنا تلاقي ان الدم عمال ينزل مش عارف يجيب منين، مش عارف تضغط عليه، كل ما تضغط عليه بيجيب برضه. فاطلع فوق بجيب حاجه اسمها التورنيكي ده يا جماعه، يعني زي رابطه كده او زي حاجه بنربطها زي بتاعه الضغط كده، واقوى فيها محبس كده تقفل الارتري. انتوا متخيلين تقفل الارتري ضغطه عالي؟ يبقى الانفولفد ارتري ده اللي هو بالتورنيكي اللي هو زي المنظر ده كده. فيرم بريشر دريسنج، ان مثلا لا احنا مش عارفين، او يعني النزيف مش عارفين ان ما فيش تورنيكيه، اجيب اعمل ايه؟ اجيب اي شاشه معايا او حاجه كاني بربط رباط ضغط على المكان نفسه، ابلاي تو ذا ووند، فيرم بريشر دريسنج. او اليفيشن، ارفع الجزء اللي بينزف ده، the injured part is elevated to stop venous او capillary. طب هو الاليفيشن ده ياثر مع الارتيريال؟ لا، الارتيريال حتى لو رفعت ايديه هيفضل ينزف. ليه؟ لان الضغط عالي، فالضغط هيطلع في المسافه دي عكس الجرافيتي. انما الفينوس والكابيلاري غالبا لما يرفع ايده او لما يرفع رجله او المكان اللي بينزف ممكن البليدنج يقف. امال الانترنال بليدنج لا يا بيه، الانترنال بليدنج ده تجري بيه على العمليات على طول، لازم سيرجيكال انترفنشن. بينزف انترنالي في بطنه يخش عمليات استكشاف. طبعا البرين لازم يخش ونعمل الايه. هنا زي الصوره دي كده انت عندك ادي الارتيريال بليدنج، بنعمل ايه؟ نبدا نعمل كومبريشن او نعمل تورنيكي. هنا احنا طبعا عاملين التورنيكي، هنا عاملين كومبريشن، هنا عاملين كومبريشن. طيب فلويد ريبليسمنت تو مينتين تيشوز برفيوجن اند شوك بريفنشن. خلي بال حضرتك انت عشان تعوض العيان ايه الحاجات اللي انت لازم تعملها؟
اولا اول ما العيان بيجي لي الطوارئ بسم الله الرحمن الرحيم، العيان لازم تعمله حاجتين مع بعض. واحد، احط له 2 وايد بور كانيولا، يعني احط له 2 كانيلتين كوما 2 لارج كانيولا. يعني ايه لارج كانيولا؟ مش حجمها كبير. وايد بور يعني كانيولا اللي هي غالبا لونها اخضر. الكانيولا دي يبقى او الدايمتر بتاعها كبير، فاقدر انقدم من خلالها دم. اوكي. بحط له 2. طب ليه بحط له 2 كانيولا مكان واحده كفايه يعني؟ لاسباب كتير قوي. اولا، واحده هحط منها دم وفلويدز، والتانية هسحب منها بلاد عشان اعمل كروس ماتشنج. ما انا عايز اعرف العيان ده فصيلته ايه عشان اعرف اجيب له دم. هو العيان لسه جاي لي الطوارئ وانا اعرف فصيلته؟ المفروض يعني في الانظمه الجديده ان البطاقه الشخصيه يبقى فيها الفصيله. تمام. واحد جاي من الشارع مش عارفين بطاقته، مش معناش بطاقته، او مش عارفين الفصيله بتاعته. تمام. والله ممكن نديله او نيجاتيف، نديله عمياني او نيجاتيف. تمام. ولكن هنفرض الاو نيجاتيف مش متوفر او المكان، يبقى اذا ان انا اعمل للعيان ده كروس ماتشنج. يبقى انا بركب له 2 وايت بور كانيولا، بحط له كانيلتين، واحده بندي فيها فلويدز والتانيه بنعمل بيها كروس ماتشنج، ونبدا كمان نستخدمها. يعني ممكن ندي واحده نحط فيها فلويد، واحده نحط فيها دم. طب ايه كمان لازم استخدمه؟ اركب للعيان ده قسطره بول كاستر. ليه؟ عشان امارة اليورين اوتبوت. ما انا لسه قايل لك اليورين اوتبوت من اهم الحاجات اللي تحدد لي هذا المريض عنده برفيوجن كويس ولا لا. وزي ما قلنا بلاد سامبلز طبعا عشان نشوف طبعا بلاد سامبلز ما اقصدش كروس ماتشنج بس، عشان نشوف الانيميا بتاعته كام دلوقتي. ممكن بينزل بقاله ساعه الاقي الهيموجلوبين بتاعه 3. يبقى عشان نشوف كمان، ونشوف الليفر فانكشنز، نشوف الكدني فانكشنز، اشوف العيان ده من كتر النزيف الكدني دخلت في اكيوت رينال فيلير مثلا، والاقي ان الكريات بتاعه عالي. طب ايه انواع الفلويدز؟ بص يا فندم، الفلويدز اللي عندنا ممكن نستخدم الايزوتونيك الكترولايت اللي هي كريستالويدز. دي اللي هي كريستالويدز. اوكي. كريستالويدز دي زي اللاكتيتد رينجر او النورمال سلاين. الفرق ما بينهم ايه؟ نورمال سلاين ده فيه صوديوم، واللاكتيتد رينجر ده فيه بوتاسيوم. الفرق ما بينهم في تركيز الالكترولايتس مش مهم قوي. انما اللي عايز حضرتك تعرفه ان ده كريستالويد. استخدمه امتى؟ لما يبقى النزيف قليل. طب ايه عيبه؟ ما بيقعدش كويس في السيركيوليشن. امال الكولويدز بقى؟ لا، الكولويدز ده او المعلق لا، ده يقعد في السيركيوليشن فتره طويله. اكزامبلز على الكولويد حاجه اسمها ديكستران، ممكن يبقى موجود حاجه اسمها هيستريل. تمام. وفي برضو طبعا البلازما بتاعت البني ادم، الهيومن بلازما ممكن تبقى كويسه جدا ككولويد. وطبعا البلاد كومبوننت بقى، انا ادي العيان ده هول ار بي سيز، هول بلاد، او اديله باكد ار بي سيز اللي هي ار بي سيز بس، او هول بلاد اديله دم كامل. اوكي. يبقى البلاد كومبوننت ثيرابي. يبقى اذا عشان حضرتك تبقى مركز معايا ما تتوهش مني، احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ بتكلم على امانج عيان الهemorrhage ازاي. رقم واحد، وقف النزيف. هوقف النزيف ازاي؟ والله حضرتك لو نزيف اكسترنال هعمل 1 2 3، لو نزيف انترنال هعمل 1 2 3. ادي اول نقطه. النقطه اللي بعدها، عوض المريض بدل الدم اللي نزفه. هعوضه ازاي حضرتك؟ هتركب 2 كانيولا وتسحب تعمل كروس ماتشنج وتبدا تديله فلويدز اكوردنج للكلاسز اللي انا قلتها لحضرتك. طيب ايه الكومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن؟ الجزء ده في غايه الاهميه. لازم حضرتك تبقى فاهم ان البلاد ترانسفيوجن ده ليه كومبليكيشنز، والكومبليكيشنز بتاعته ليها ميكانيزمز لازم نبقى فاهمينها، وكمان نتعامل معاها، لان الكومبليكيشنز بتاعته ممكن تبقى مميته. يعني انت عيان جاي لك بينزف، عملت له بلاد ترانسفيوجن، البلاد ترانسفيوجن دخله في كومبليكيشن موته، يبقى احنا واحنا بنعالجه مات. فاذا تعالى نفهم الكومبليكيشنز. قبل ما نبدا الكومبليكيشنز كده هقول لحضرتك على حاجه بسيطه خالص هنا. دلوقتي مشكله البلاد ترانسفيوجن، انت بتدي البني ادم ده دم من بني ادم تاني. تمام. وبالتالي هذا الدم فيه محتويات كتير قوي، صح؟ فيقول لحضرتك كده، لو انت البني ادم ده اديت له incompatible ار بي سيز، يعني ان العيان ده عدم توافق في الفصيله. يعني المفروض مثلا هو فصيله دمه او بوزيتيف او ايه بوزيتيف، نديله ايه بوزيتيف زيه. طب احنا ادينا له فصيله غلط، لو ادينا له هيحصل له حاجه اسمها acute hemolytic reaction. يعني ايه؟ بص يا فندم، دلوقتي حضرتك انت فصيله دمك ايه بوزيتيف، فاحنا اديناك بي بوزيتيف. تمام. ايه اللي هيحصل؟ الدم، هنفرض ما انا مثلا انا اللي اتنقل لي دم، فالدم اللي جاي لي اللي اتنقل لي، الانتي بوديز اللي في جسمي هتهاجمه، فهيحصل هيموليسيس، هيتكسر. فالار بي سيز اللي داخله عندي لانها مش متوافقه معايا هتتكسر. يبقى اول مشكله ممكن تحصل لو اتنقل لي ار بي سيز غير متوافقه، الانتي بوديز اللي عندي هتهاجم الار بي سيز اللي دخلت من الدونر. يبقى الانتي بوديز اوف ذا ريسيبيانت هتهاجم الايه؟ هتهاجم الار بي سيز بتاعت الدونر. يبقى لو عندي incompatible RBCs هيحصل acute hemolytic reaction. طب لو عندي incompatible platelets، هو ما فيش حاجة اسمها يعني incompatible platelets أو كلمة يعني مش platelets متوافقة وغير متوافقة. أقصد لو البليتلتس بتاعت الشخص اللي بيتبرع لي، أنا الريسيبيانت،
والدونر البليتلتس بتاعته بالنسبه لجسمي حاسس انها غريبه والمناعه قررت تهاجمها، لو انكومباتبل بليتلتس لما تتكسر يحصل حاجه اسمها بيربورا. بيربورا يعني يحصل ايه؟ زي بروزز او زي كدمات تبقى موجوده في الجسم، لان البليتلتس قليله جدا. يبقى اذا لو حضرتك، طب لو انا عندي incompatible white blood cells يحصل عندي حاجه اسمها بايوجينيك رياكشن. يعني ايه بايوجينيك رياكشن؟ يعني فيفر. كويس. يبقى هنا معناها ان المناعه بتاعتي انا كريسيبيانت عملت عملت رياكشن مع الوايت بلاد سيلز بتاعت الدونر. تمام. طب لو في incompatibility او incompatible بلازما بروتينز، يعني بروتينات في الدم، والله بلازما بروتينز دي قد تحتمل حاجتين، يا اما حاجه اسمها allergic reaction، يحصل allergy شويه حساسيه بسيطه وهرش، ده بيبقى localized او حاجه mild form، يا اما حاجه اسمها anaphylactic reaction او anaphylactic shock. anaphylactic reaction او shock دي بتبقى حاجه very severe form. طب الانافلاكتيك رياكشن ده بيبقى غالبا اللي حصل ان المناعه بتاعتي عملت رياكشن مع الاي جي اي بتاع بتاع الدونر. اوكي. يبقى اذا في الحالتين هما بلازما بروتينز، ولكن هنا الالرجيك رياكشن ده بيبقى حاجه مايلد فورم، الانافلاكتيك رياكشن ده بيبقى سيفير فورم. يبقى اذا عشان ما انساش، لو انكومباتيبيليتي في الار بي سيز يعمل لك اكيوت هيموليتيك رياكشن، يعمل لك اعراض وممكن تبقى فيتال وتموت العيان بسبب هيموليسيس، الار بي سيز هتتكسر، هنا بليتلس هتتكسر، هنا وايت بلاد سيلز هتتكسر، تعمل لك بايروجينيك رياكشن، تعمل لك بايروجينيك رياكشن يعني يحصل فيفر. الانكومباتبل بلازما بروتينز هتعمل لك الرجيك رياكشن شويه حساسيه وهرش، يا اما تعمل لك انافلاكتيك شوك، ودي بتبقى خطر جدا. تعالوا نبدا نقرا كده. اول حاجه عندي نمبر 1 فيفر او بايروجينيك رياكشن. يعني ايه بايروجينيك رياكشن؟ يعني العيان ده في انكومباتيبيليتي مع الوايت بيسيز بتاعه مين؟ بتاعه الدونر. يعني انا دلوقتي انا الريسيبيانت اتنقل لي دم، فمن ضمن الدم اللي اتنقل لي ده وايت بلاد سيلز من المتبرع. الوايت بلاد سيلز من المتبرع ده جسمي هاجمها، فلما هاجمها كسرها فطلعت من جواها ميديتورز عملت لي حراره، يبقى ده بايروجينيك رياكشن. اتنين الرجيك رياكشن. ايه الرجيك؟ حساسيه. الرجيك رياكشن اتشنج، العين يبقى بيهرش. ماكيولر او بابيلر ريش، يعني يبقى عنده ريش، عنده طفح، عنده بطش حمراء او بطش زرقاء وات ايفر. ماكيولر ريش او كلمه ماكيولز معناها ان البطش دي مش اليفيتد عن الجلد، سوى الجلد تغير في اللون بس. انما بابيولر ريش دي معناها انها اليفيتد عن الجلد، يبقى دي اليفيتد، انما دي نوت اليفيتد، نوت اليفيتد. الالرجيك رياكشن ده مشكلته ايه؟ او في مشكله مع البلازما بروتينز، البروتينات بتاع الدم بتاع المتبرع. انا كراجل استلمت الدم او اتنقل لي دم، البروتينز اللي موجوده في دم المتبرع المناعه بتاعتي شافتها اتضايقت منها، راحت مهاجماه، فعمل ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن. فالانتيجين بودي رياكشن ده بيطلع ايه؟ بيطلع حاجه اسمها الهيستامين، فالهيستامين ده يعمل هارش ويعمل مشاكل، فاذا العين يشتكي من الرجيك اكشن. ده حاجه يعني مايلد ولا حاجه يعني سيفير؟ لا، حاجه مايلد خالص. it's likely to occur during transfusion or very shortly after. ولكن بنمانج دي ايه؟ بندي العيان ده حاجات انتي هيستامينيك بيبقى كويس. acute hemolytic reaction ده طبعا ده very critical. اوكي. يعني ايه acute hemolytic reaction؟ احنا قلنا يعني incompatibility مع الار بي سيز، ده كده العيان ده اتنقل له دم غلط، incompatibility مع الار بي سيز. كويس. طب ايه اعراضه؟ فيفر، رايجورس، نوزيا، تشيست بين. ايه اللي حصل؟ لما الار بي سيز بتاعت العيان اتكسرت، بتاعت المتبرع ابتدت تتكسر جوه جسمي، الار بي سيز لما تتكسر والانفلاماتوري ميديتورز تطلع ويطلع السبستانسز اللي جواها، البني ادم يخش في فيفر من لان عندك حاجه اسمها انتيجين بودي رياكشن. لما الانتيجين والانتي بودي يعملوا مع بعض، يعملوا رياكشن مع بعض، يطلع من هذا الكلام ميديتورز تعمل لك فيفر، تعمل لك رايجورز، تروح على الكيمو ريسبتور حاجه اسمها سي تي زد، كيمو ريسبتور تريجر زون في البرين، تستيميوليت نوزيا وفوميتنج، وتعمل كمان تشيست بين. طب ليه تشيست بين؟ يقول لك لان حضرتك لما الار بي سيز بتاعتك تتكسر يبقى كميه الار بي سيز اللي متاحه انها تشيل اكسجين قليله، اقل من الطبيعي ولا زي الطبيعي؟ اقل من الطبيعي. فالعيان ده يجي له مايوكارديال اسكيميا، يعني المايوكارديال الماسل بتاعته الهارت بتاعه مش رايح له اكسجين كويس. طب ليه؟ لان الار بي سيز بتتكسر، فمفيش ار بي سيز تشيل دم خالص، او تشيل تشيل اكسجين، وبالتالي يعني يجي له تشيست بين. يبقى اذا ده يفسر لي الاعراض. طب النقطه اللي بعد كده برضو طبعا الالرجيك رياكشن ده برضو هو في حد ذاته الانجل بودي رياكشن يعمل بيطلع فازو كونستريكتور ماتيريال، فتعمل فازو كونستريكشن في الكوروناريز، فالعين برضو يجي له تشيست بين.
طيب ويجي له ايه كمان؟ ممكن الشيك من ديزنيا، برضه نفس الكلام، بيجي له بالمونري اديما ويحصل له ديزنيا. اللابوراتوري فايندنجز، العيان ده يشتكي من حاجه لازم نبقى فاهمينها، وممكن يجي له رينال فيلير كمان. بيبقى عنده يورين تشينجز، اليورين بتاعه ماي تيرن دارك، اندايركت هايبربرونيم. يعني ايه بقى هذا الكلام؟ حضرتك لما المريض يحصل له انتيجين اند بودي رياكشن مع الار بي سيز، والار بي سيز بتاعته تتكسر، يبدا الار بي سيز لما تتكسر يطلع منها البيليروبين، صح كده؟ البيليروبين ده لما يبقى كميته كبيره قوي قوي قوي، الليفر ما يقدرش ياخده كله، ما يقدرش يتخلص منه كله، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ ينزل جزء منه مع البايل، ينزل في الستول، والجزء التاني يرجع للدم. يعني عايز اقولها لحضرتك بطريقه تانية اوضح، ان احنا دلوقتي ادي الليفر اهو، كويس، انا عندي زياده في تكسير الار بي سيز، ار بي سيز كتير جدا جدا جدا، حلو قوي، هتطلع كميه بيليروبين ازيد من الطبيعي. فكميه البيليروبين الازيد من الطبيعي ده، البيليروبين لما يبقى لسه طالع من الار بي سيز بنسميه اندايركت بيليروبين، او بنسميه unconjugated bilirubin. حلو، هذا الانكونجيجيتد bilirubin يتعدى الطاقه الاستيعابيه بتاعه الليفر، فالمفروض كله يروح الليفر وينزل مع البايل وينزل في الستول. لا، ده جزء منه يرجع تاني على البلد، لما يرجع تاني على البلد يمشي في الدم فيروح لفين؟ يروح للكدني وينزل في اليورين، ولما ينزل في اليورين بيعمل لون غامق، فالعيان ده يجيله حاجه اسمها هيموجلوبينوريا. العيان يبقى عنده حاجه اسمها هيموجلوبينوريا، يعني نزول الهيموجلوبين في اليورين، هيموجلوبينوريا. والهيموجلوبينوريا والهايبر بيليروبينيميا دي في اليورين اسمها اندايركت، خلي بالك عشان ام سي كيو، اندايركت عشان ده الار بي سيز بتتكسر. انما لو واحد عنده صفرة انسداديه يبقى عنده بقى حاجه تانية، يبقى اذا اندايركت هايبر بيليروبينيميا. هذا المريض اللي عنده اندايركت هايبر بيليروبينيميا سببها الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، يخلي اليورين بتاع العيان يبقى لونه دارك، وهذا العيان ممكن يخش في اكيوت رينال فيلير. الار بي سيز الهيموجلوبين ده والبيلوروبينيميا دي لما بتخش على التيوبيولز بتاعت الكدني ممكن تبقى توكسيك عليها وتعمل اكيوت رينال فيلير. This complication is rare but it's a medical emergency. يعني لو ما اتعالجش، طبعا ليه؟ لان احنا المفروض عاملين توافق. طب لو العيان ما اتعالجش يحصل له ايه؟ طبعا يخش في emergency، ممكن تبقى فيتال وتجيب له رينال فيلير. طب انافلاكتيك رياكشن معناها ايه؟ معناها سيفير فورم اوف رياكشن وسيفير فورم اوف الرجي فيتال. العيان ده يا جماعه فجاه بيحصل له سيفير ايديما في كل حته، يجي له ايديما وفلاشنج في الفيس، يجي له ايديما في اللارنكس مش عارف ياخد نفسه، يجي له سيفير بالمونر ايديما، ميه كتير تتجمع في الرئه مش عارف يتنفس، يجي له سيفير هايبوتنشن. ليه؟ لان الانافلاكتيك رياكشن دي معناها ان الجسم بتاعي والمناعه بتاعتي تفاعلت مع البلازما بروتينز بتاعه الدونر. انه حته في البلازما او انهي جزء من البلازما بروتينز؟ الاي جي اي في الاغلب يعني. فالاي جي اي دون او البلازما بروتين ده لما يتفاعل هنا يحصل سيفير هيستامين ريليز، كميه هيستامين ريليز تطلع كبيره جدا جدا جدا. الهيستامين ده بيعمل حاجه، كلمه واحده بس، فازو دايلاتيشن، بس كده. الفازو دايلاتيشن ده يعمل فلاشنج، العيان تلاقي وشه احمر قوي قوي وورم، تلاقي العيان، عارفين الناس لما ياكل حاجه عنده حساسيه تلاقي وشه ورم وعينيه قفلت كده، نفس الكلام. ديزنيا ليه؟ لان اللنجز كلها مليانه ميه مش عارف يتنفس. ايديما للدرجه يعني يبقى فجاه مش عارف ياخد نفس، يخش في سترايدر واختناق لان اللارنكس بتاعته اتقفلت خالص من الاديمه، وهايبوتنشن بسبب السيفير فازو دايلاتيشن. الموضوع ده لو ما اتحلش العيان ممكن يموت within minutes، فلازم العيان ده نديله بسرعه ادرينالين عشان نعالجه. النقطه اللي بعد كده البلاد بورن انفكشنز، انا عندي في اتش اي في، عندي ملاريا، عندي هيباتيتس بي وسي، عندي سايتوميجال فيروس وحاجات تانية كتير ممكن تتنقل عن طريق البلاد ترانسفيوجن. طبعا لو البلاد ترانسفيوجن ما تعملوش استرلايزيشن وتعقيم كويس، المفروض الدم لما بيتاخد من حد بيتعمل له تيستنج كويس، يعني قبل ما حد يتبرع لازم نتاكد ما عندوش اي امراض خالص، والبلاد كمان اللي بناخده بيتعرض لاشعاع وحاجات كده بحيث ان هو ما يبقاش ابدا ما ينقلش اي عدوى يعني. طيب في بعض المشاكل التانية اللي بتحصل، بتحصل مشاكل تانية ولكن دي اقل شويه في الحدوث وليها ظروف معينه. اولا الريبيتد بلاد، يعني ايه ريبيتد بلاد ترانسفيوجن؟ يعني واحد مثلا عنده هيموفيليا، واحد عنده سيكل سيل انيميا، واحد عنده اي مشكله تستدعي ريبيت. يعني ايه؟ الراجل ده كل شهر ينقل دم، كل اسبوعين ينقل دم، كل اسبوعين ينقل دم. لما البني ادم بينقل كميه دم كبيره، خلي بال حضرتك الار بي سيز اللي انت بتتنقل لك دي ما هياش مش بتقعد نفس اللايف سبان بتاع الار بي سيز بتاعت انا وبتاعت الانسان الطبيعي. يعني اللي عايز اقوله الانسان الطبيعي الار بي سيز بتاعته بتقعد 120 يوم. طب لو انت منقول لك دم، الار بي سيز اللي منقوله لك دي مش هتقعد 120 يوم ابدا، فهتتكسر بسرعه. فلما الار بي سيز تتكسر تطلع من جواها الهيموجلوبين،
والهيموجلوبين اسمه هيم وجلوبين. هيم يعني حديد. فالبني ادم اللي بينقل له دم عن الاطفال اللي هم عندهم سيكل سيل انيميا او سبيروسايتوزس او وات ايفر، بينقل لهم دم كتير، فيجي له ايرون اوفرلود، جسمه مش قادر يتصرف في الحديد الكتير اللي طب ليه بيجي له او ليه بيتراكم عنده الحديد؟ لان بتلاقي انه دم كتير ولكن الار بي سي اللي بتنقل له بتتكسر بسرعه، وبالتالي بيحصل له تراكم للحديد. الاكيوت لانج انجري او اللي هي اشهر مثال ليها بنقول عليها حاجه اسمها تريلي اللي هي transfusion related acute lung injury. ايه القصه اللي بتحصل؟ ببساطه شديده كلمه واحده برضو، دايما بسط الامور عشان تفهم. pulmonary edema، تجمع للميه في الالفيولاي. سببه ايه؟ انتيجين اند بودي رياكشن بيحصل في الالفيولاي. ان انت حضرتك الجرانيولوسايتس بتاعت جسمك، الوايت بلاد سيلز بتاعت جسمك، بتتفاعل مع الانتي بوديز، بتتفاعل مع البروتينز اللي جايه من الدونر، من البلاد بتاع الدونر، وبالتالي يحصل الانشنت بودي رياكشن. هيحصل فين؟ هيحصل في الالفيولاي. يعني ادي اللنج اهو، ادي البرونكاي، وبعدين بتنقسم الى حاجات اصغر، وبعدين ادي الالفيولاي، انا اعتبر ان دي الفيولاس يعني. فيبدا يحصل انشنت بودي رياكشن هنا، فيتجمع هنا ميه، فالبني ادم يخش في حاجه اسمها بالمونر ايديما، ومش عارف ان هو يتنفس. اوكي. يبقى اذا it is a condition of severe pulmonary insufficiency، اقصد بيها يعني severe pulmonary edema بعد blood transfusion develops within 4 hours of transfusion. بيبقى سببها ان يحصل تراكم للسوائل بسبب ان بيحصل inflammation، وبيحصل تجمع للسوائل بسبب antigen and body reaction بيحصل في الوول بتاع الالفيولاي. فوليوم اوفرلود، والله فوليوم اوفرلود دي تحصل مع الماسيف ترانسفيوجن. كلمه ماسيف ترانسفيوجن يعني ايه؟ هو الانسان الطبيعي لو واحد اتعور بيتنقل له كيسين دم. لا، ماسيف ترانسفيوجن معناها حاجه من اتنين: يا اما بني ادم اتنقل له 2 لتر ونص مره واحده كده، يعني خد خلي بالك كيس الدم يعني 500 سم، خد 5 اكياس دم، يا اما خد 10 اكياس دم في خلال 24 ساعه. يبقى اذا لا اما العيان خد 1500 سم دم مره واحده، يا اما خد 5000 ملي يعني 5 لتر دم في خلال 24 ساعه، 10 اكياس دم. ده بنسميه ماسيف ترانسفيوجن. طيب انت دلوقتي حضرتك العيان ده، انت فجأة كده القلب بتاعه بقى مطالب انه يضخ هذه الكميه من الدم. البني ادم كان قاعد، حصل له بليدنج، والكميه الدم اللي عنده بليدنج ده وات ايفر، بليدنج ده اكيوت او بليدنج كرونيك، المهم يعني البني ادم ده عنده شويه دم موجودين في جسمه. انت فجاه رحت حاطط كميه دم كبيره جدا جدا زياده على السيركيوليشن، فبقيت مطالب ان القلب بتاعه ده يضخ كل هذه الكميه. فالقلب طبعا مش هيقدر يضخ كل هذه الكميه، فالعيان يخش في حاجه اسمها كونجستيف هارت فيلير، يعني فشل في القلب احتقاني، كونجيشن. القلب مش عارف يستقبل الدم ولا عارف يضخه، فالدم محتقن في باقي الجسم، فالعيان يجي له تورم في ايديه ورجليه، او تورم في رجليه مين يعني، فيجي له حاجه اسمها كونجستيف هارت فيلير، اللي هي بنقول عليها رايت سايدد هارت فيلير او كونجستيف هارت فيلير. ده بيبقى سببه ان ماسيف ترانسفيوجن، اتنقل له كميه دم كبيره، القلب مش قادر يضخ هذه الكميه، فيجي له هارت فيلير من النوع الكونجستيف. يبقى الكونجستيف هارت فيلير او الفوليوم اوفرلود ده يحصل امتى؟ مع الماسيف ترانسفيوجن، ما يحصلش مع النقل العادي. طب في حاجه اسمها دي اي سي disseminated intravascular coagulation او coagulopathy. ده معناها ان البني ادم يحصل استنزاف لعوامل التجلط اللي عنده. ده برضه بيحصل مع الريبيتد بلاد ترانسفيوجن. كل مره خلي بالك برضه الشخص اللي بينقل له دم كتير او المتكرر، في مره من المرات يحصل انكومباتيبيليتي، في مره من المرات يحصل لخبطه في حاجه، فيبدا مع الوقت يحصل استنزاف. لان خلي بالك لما بيتنقل لك دم كتير او الدم اللي بيجي من الدونر ما بيبقاش هو ممكن يبقى compatible، بس برضه ساعات بيبقى فيه بروتينات وحاجات من دم الشخص التاني بتبقى تريجر ان الكواجيليشن يشتغل. يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه، ان انت دلوقتي انا اتنقل لي دم كويس، لما انا اتنقل لي دم، الدم اللي جاي لي من الشخص ده قد يكون جواه بعض البروتينات او بعض الماتيريالز اللي بتنشط عندي انا الكواجيليشن. فمع كل مره اخسر كواجوليتنج فاكتورز، اخسر كواجوليتنج، فبيحصل حاجه اسمها disseminated يعني منتشر انترافاسكولار كواجوليشن. يبدا يحصل جلطات صغيره هنا وجلطات صغيره هنا، فيبدا البني ادم ده يخسر كل، بيسموها كونسامتيف كواجولوباسي، يبدا يخسر كل الكواجوليشن بروفايل، عمال يجلط وفي نفس الوقت هيبدا ينزف قدام، لانه عمال ينزف ويجلط ينزف ويجلط، لانه بيخسر كل الكلوتنج فاكتورز اللي عنده بسبب الريبيتد بلاد ترانسفيوجن. بيسميها دي اي سي. يعني ما نحب يعني مش لازم نخش قوي في التفاصيل بتاعتها، ولكن تبقى فاهم ان هي بتحصل مع ريبيتد بلاد ترانسفيوجن. يبقى اذا عندي حاجتين دلوقتي بيحصلوا مع ريبيتد بلاد ترانسفيوجن ما تنساش: الهيموكروماتوزز والدي اي سي. طيب من ضمن الحاجات التانية برضو اللي ممكن تحصل حاجه اسمها هايبوثيرميا، لان طبعا احنا لما بننقل الدم المفروض يعني الصح انك تدفي الدم. يعني احنا لو عيان مبيت عندنا في المستشفى هننقله دم، فبنحط الدم ده بنلفه في قماشه او في حاجه عشان لما ننقله ما يعملش هايبوثيرميا.
انما لما انت تنقل، ان احنا قلنا درجه حرارتنا بتيجي من الدم، فلو انت نقلت العيان كيس دم بسرعه من غير ما يكون متدفي يحصل له هايبوثيرميا، يحصل اير امبوليزم. طبعا فيري رير ان يحصل اير امبوليزم، يعني ده حاجه صعبه قوي انها تحصل يعني. ستريت توكسيستي. ستريت توكسيستي مهم. يعني ايه ستريت توكسيستي؟ خلي بال حضرتك، الستريت ده ماده احنا بنحطها في الاكياس الدم عشان الدم ما يجلطش جواه. ماده اسمها، تلاقي دايما كيس الدم فيه ميه كده بسيطه تحت، دي اسمها ستريت. الستريت ده بيعمل بيبايند مع الكالسيوم ويخلي الكالسيوم ما يشتغلش. فالستريت ده هو اكشولي هو انتي كواجولانت. هو انا دلوقتي مش خدت دم بتاع بني ادم، انا هنقله لبني ادم تاني، كويس. طب انا منقله لبني ادم تاني واحطه في الكيس ده، ما هو هيجلط. هو لو الدم طلع بره جسم البني ادم ما هو هيجلط. فانا بحط ماده الستريت دي، ماده جوه الكيس بتاع الدم عشان ما يحصلش تجلط. طب انا لو انا برضه ريبيتد بلاد ترانسفيوجن، لو انا اتنقل لي دم كتير، برضه خلي بالك الستريت دي ما تحصلش مره ولا مرتين، ده مع الريبيتد او الماسيف بلاد ترانسفيوجن. نقل لي دم كل شويه يخش لي ستريت، كل شويه جسمي يخش له ستريت، كل شويه يخش له ستريت، هيحصل لي تسمم من الستريت ده، يبدا يبقى ديبوزيتد في الليفر ويعمل مشاكل. فبنقول ستريت توكسيستي ده يحصل مع نقل الدم المتكرر يعني. طيب ايه اذر كومبليكيشنز؟ يحصل هايبوكاليميا وهايبوكاليميا، يا اما هايبوكاليميا نقص في البوتاسيوم، يا اما زياده في البوتاسيوم. طب ليه يحصل هايبوكاليميا وليه يحصل هايبوكاليميا؟ هايبركاليميا تحصل برضو لو انا اتنقل لي كميه دم كبيره. ليه؟ لان انت حضرتك لما الدم بيتنقل، انا دلوقتي برعت بالدم في كيس، الكيس ده قاعد في بنك الدم شهر مثلا على ما راح لبني ادم تاني. لما الدم بيتركن في الكيس، بيبدا الار بي سيز بعضهم يفرقع ويطلع منه بوتاسيوم. خلي بالك الار بي سيز مليانه بوتاسيوم. فلما الار بي سيز تتركن فتره طويله، الار بي سيز اهي تتركن فتره، يبدا يطلع منها البوتاسيوم، يطلع منها البوتاسيوم. فلما نيجي ننقل الدم ده العيان يجي له هايبر كاليميا. ليه يجي للشخص ده هايبر كاليميا؟ لان احنا يبقى زياده في البوتاسيوم. لما يبقى البلاد باج، البلاد باج دي قعدت فتره طويله، لونج تايم، اوكي، يبقى الهايبر كاليميا ده تبقى واضحه قوي لما العيان. طب ليه يحصل هايبوكاليميا؟ يقول لحضرتك بقى، لما انت تنقل للعيان دم، وخصوصا لو انت نقلت له برضه كميه كبيره، كويس، تبدا الار بي سيز اللي انت نقلتها دي تبدا تشتغل تاني وتبدا تعمل ابتيك للبوتاسيوم. دي ميكانيزم. طب الميكانيزم التانيه، يقول لحضرتك لما انت بتعمل ريبيتد بلاد ترانسفيوجن او ماسيف بلاد ترانسفيوجن والعيان يخش جسمه كميه ستريت عاليه، طب ايه اللي يحصل؟ يقول لك الستريت ده بيروح الليفر ويتحول الى بايكربونات، والبايكربونات اللي اتكون في الليفر ده يعمل حاجه اسمها الكالوزز. ما هو البايكربونات ده الكالي قلوي. الالكالوزز، ما تنساش الكلمه دي، افتكر كده، الكالوزز. يعني الالكالوزز او القلويه بتاعت الجسم تعمل لص للبوتاسيوم. الكالوزز يبقى بوتاسيوم لص، فالالكالوزز يخلي البوتاسيوم يخش جوه الخلايا انسايد السيلز، وبالتالي يحصل هايبوكاليميا. يبقى اذا عشان ما نتلخبطش، البلاد ترانسفيوجن او نقل الدم، انا بتكلم كل ده على نقل الدم اللي هو بكميات كبيره او ريبيتد، يعمل هايبركاليميا ويعمل هايبوكاليميا. يعمل هايبركاليميا ازاي؟ ان لما الدم بيقعد فتره طويله، يعني لو الدم فريش ما يعملش هايبركاليميا قوي، انما لو الدم مركون وقديم يعمل هايبركاليميا، الار بي سيز بتطلع البوتاسيوم. طب يعمل هايبوكاليميا ازاي؟ يعمل هايبوكاليميا ان لما الدم بيتنقل تبدا الار بي سيز ترجع تعمل له ابتيك فيعمل شويه هايبوكاليميا. والنقطه الثانيه الستريت توكسيستي، لو البني ادم في الهايبوكاليميا دي، دايما الهايبركاليميا تسبق الهايبوكاليميا. ان لو البني ادم حصل له ستريت توكسيستي، اتنقل له دم كتير او ريبيتد، الستريت يخش الليفر يتحول الى بايكربونات، والبايكربونات ده الكالوزز، والالكالوزز تزود البوتاسيوم انسايد السيلز. دي طبعا صوره مجمعه كده فيها كل الكومبليكيشنز بتاعه البلاد ترانسفيوجن. ان شاء الله الجزء اللي جاي دلوقتي هو الهيموستاتيك ديس اوردرز. طبعا الهيموستاتيك ديس اوردرز عندنا دلوقتي لازم حضرتك تبقى فاهم حاجه. عشان يحصل بروبر هيموستيزس لازم يبقى عندي الفيسل وول سليم، وعندي البليتلتس سليمه، وعندي كلوتنج فاكتورز سليم. حلو قوي. يبقى انا عندي، لو نعتبره مثلث كده، الفيسل وول سليم، الجدار سليم كويس، او البليتلتس سليمه الصفائح، والكلوتنج فاكتورز سليم كويس قوي. لان البليتلتس دي بتعمل حاجه اسمها بليتلت بلاج، ده دورها تعمل بلاج، بليتلت بلاج. والكلوتنج فاكتورز تعمل حاجه اسمها فايبرين كلوت، تمام. والوول ده لازم يبقى هيلثي عشان ما يحصلش بليدنج. طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للوول؟ يقول لحضرتك والله المشاكل، او يعني المشاكل عموما، يا فيسل وول ديفكت، يا بليتلت ديفكت، يا كلوتنج فاكتورز ديفكت. كلام جميل. طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للفيسل وول؟ حاجات كتير قوي، زي فيتامين سي ديفيشنسي. ليه بقى؟ الفيتامين سي لما بيبقى قليل بيقلل الكولاجين سينثيسيس.
يقل الكولاجين ده هو اللي بيدي الانتجريتي بتاعت الوول، يخلي الجدار بتاع الفيسل كويس. فلما الانتجريتي بتاع الوول يبقى ضعيفه الوول يفرق. عشان كده الفيتامين سي ديفيشنسي اللي هو بنقول عليه سكيرفي، بيبقى العيان عنده بليدنج تندنسي جامده قوي، يعني تلاقيه بيخر من عند من عند اسنانه، من عند اللثه بتنزف كتير والكلام ده كله. فالفيسل. طب في حاجه تانية، في مرض تاني اسمه فون ولمبراند ديزيز، برضو مش عايز اصدعكم بالتفاصيل، برضو من ضمن الامراض اللي بيبقى فيه مشكله كونجنتال في الفيسل وول ويحصل بليدنج. البليتلت ديفكتس بقى، خلي بال حضرتك، البليتلت ديفكت دي قد تكون حاجه من اتنين، يا اما نقص في النمبر، يا اما نقص في العدد، يا اما نقص في الفانكشن، يعني مشكله في العدد فيبقى اسمها ثرومبوسايتوبينيا، يا اما مشكله في الوظيفه اسمها ثرومبو اثينيا، يعني هم عددهم مظبوط ولكن مش شغالين. ثرومبو اثينيا يعني هم موجودين ولكن وظيفيا مش كويسين. ايه اسباب الثرومبوسايتوبينيا؟ نقص عدد البليتلتس. اول حاجه هايبرسبلينيزم. يعني ايه هايبرسبلينيزم؟ يعني تضخم في السبلين، السبلين يكبر، ولما السبلين يكبر يكسر الار بي سيز بدري. يحصل الكلام ده امتى؟ بورتال هايبرتنشن زي ما قلنا من شويه، واحد عنده بورتال هايبرتنشن وبالتالي السبلين مش عارف يفضي. ادي السبلين بتاعنا اهو، وطالع منه سبلينيك فين، وادي سوبيريور ميزنتريك فين جاي من الامعاء، يبقى ده سبلينيك فين وده سوبيريور ميزنتريك فين. الاثنين مع بعض يعملوا لي واحد اسمه بورتال فين. البورتال فين هيعمل ايه؟ يخش في الليفر. طب الليفر فيه سيروزز وفيه مشكله، الدم هيرجع كده، فالدم يرجع على السبلينيك فين، فالسبلينيك فين يتضخم او سوري السبلين يتضخم، يحصل هايبر سبلين، يبدا يكسر الار بي سيز زياده عن اللزوم. يبقى اذا الهايبر سبلينيزم يحصل مع الليفر سيروزز او الليفر فايبروز. طب اتنين، دراج انديوز، بعض الادويه بتقلل البليتلتس زي السايزايتس، دي نوع من الدايوريتكس مدرات البول، وزي الكحول. في بوم مارو ديبريشن، خلي بالك احنا قلنا ان او طبعا احنا عارفين ان في خلايا اسمها ميجا كاريوسايتس، اسمها ميجا كاريوسايتس، دي خلايا موجوده في البوم مارو هي اللي بتصنع البليتلتس. فلو انت حضرتك يعني ربنا يعافينا بتاخد كيموثيرابي، بتاخد راديوثيرابي، مريض عنده ايدز مثلا بيحصل له بوم مارو ديبريشن، فالتصنيع بتاع الميجا كاروسايتس البليتلتس يقل في الايه، في البوم مارو. ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا ده اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون ديزيز انتي بوديز بتهاجم البليتلتس فبرضه بتتكسر. طب ايه ديفكتيف فانكشن؟ ديفكتيف فانكشن معناها بليتلتس كعدد كويس ومش عارفه تقوم بوظيفتها، مش عارفه تعمل بليتلت بلاج، مش عارفه تعمل اجريجيشن. ايه اللي يعمل الكلام ده؟ الاسبرين، نون ستيرويدال، الاثنين دول بيعملوا بيبروديوس ديفكتيف بليتلت فانكشن. يعني الادويه دي بتخلي البليتلت ما تعرفش تلتصق في بعض وتلتحم في بعض وتعمل لي البليتلت بلاج بتاعتي. طيب الكلوتينج فاكتورز ديفيشنسي، يعني لو عندي مشاكل في الكلوتينج فاكتورز ليها امثله كتير قوي، نقول الحاجات الهامه اللي فيهم. اولا هيموفيليا ايه، ادي اول نوع عندي اسمه هيموفيليا ايه، وهيموفيليا بي، واذر كوزز اوف كلوتينج فاكتورز، يبقى هم ثلاثه، واحد اتنين ثلاثه. ايه الاذر كوزز؟ هنقول دي سهله الاول. واحد بياخد هيبرين او اورال انتي كواجولانت. ايه الهيبرين ده؟ اللي هو الانتي كواجولانت اللي بيشتغل بنديه للعيان سبكوتينيوس، بنديه تحت الجلد. طب الاورال انتي كواجولانت بنديه ايه؟ ده اورال، زي اللي اسمه الورفرين او الماريفان. يبقى دي ادويه بتمنع التجلط، ادويه للسيوله، وبالتالي لما انا اخدها يحصل لي بليدنج. يعني واحد خدها وبياخدها بكميه زياده يحصل له بليدنج. واحد عنده كرونيك ليفر ديزيز، عنده فشل في الكبد. طب الفشل في الكبد ده خلي بالك احنا عندنا فيه كلوتنج فاكتورز اسمهم فيتامين كي ديبندنت 2 و7 و9 و10. 2 و7 و9 و10. الكلوتنج فاكتورز دي الليفر اللي بيصنعهم، الليفر يصنعهم، والفيتامين كي يعمل لهم اكتيفيشن. فمن غير الفيتامين كي الليفر هيصنعهم ولكن مش هيشتغلوا. يبقى اذا الليفر محتاج الفيتامين كي عشان يصنع دول، عشان يكمل الصناعه بتاعته. وبالتالي لو واحد عنده كرونيك ليفر ديزيز مش هيطلع دول، هيقلل التصنيع، وكمان هيبقى فيه ديفيش. طب ليه اللي عنده مشكله في الليفر مش هيعرف يستفيد من الفيتامين كي؟ اقول لحضرتك، الفيتامين كي دون عشان بيمتص من التيرمينال إليوم. يعني تعال نبص هنا، كل حاجه نفهمها برضو يبقى افضل. لو انا جيت مثلا كده، ادي الإليوم اهو، ادي الانتستين بتاعتي اهي كويس، وادي التيرمينال إليوم اهو، فالفيتامين كي ده هيمتص من هنا. اوكي، اهو يمتص من الامعاء عموما، ولكن التيرمينال إليوم يعني هيمتص من الامعاء. طب عشان الفيتامين كي يمتص من الامعاء لازم ينزل مع البايل من الليفر، ده السكند بارت اوف ذا ديودينم. لازم ينزل هنا حاجه اسمها بايل سولتس، بايل سولتس. يبقى الفيتامين كي محتاج بايل سولتس عشان يمتص كويس. طيب لو انا عندي ليفر ديزيز، الليفر مريض،
البايل سولتس قليله، الفيتامين كي مش هيمتص، ونفس هذا الليفر المريض مش هيصنع كلوتينج فاكتورز 2 و7 و9 و10. يبقى اذا الليفر المريض هيؤدي الى نقص او هيعمل سيوله. ليه؟ لان هيقلل تصنيع الكلوتينج فاكتورز 2 7 9 10، وكمان مش هيشتغلوا عشان الفيتامين كي مش عارفين نمتص. طب في حاجات تانية تقلل امتصاص الفيتامين كي. واحد عنده اي مشكله، واحد عنده كرونز ديزيز في الامعاء مثلا، عنده اي مرض بيمنع امتصاص الفيتامين كي، واحد لاي سبب من الاسباب ما بياكلش اكل فيه فيتامين كي، عنده هايبوفيتامينوزيس كي. يبقى اذا الكرونيك ليفر ديزيز والمال ابزوربشن بتاع الفيتامين كي ده يعمل لي عشان كده من ضمن العلاجات بتاع البليدنج ان انا بدي العيان فيتامين كاف. يقول لك ده واحد عنده بليدنج نديله فيتامين كاف او نديله فيتامين كي. طب تعالى على الهيموفيليا. بيقول لحضرتك الهيموفيليا، كلمه هيموفيليا معناها فيليا يعني حب، يبقى هيموفيليا واحد عنده حب او عنده قابليه للبليدنج. عندنا هيموفيليا ايه وهيموفيليا بي، وفي واحده سي كمان، ولكن الاي بي الاشهر يعني. الهيموفيليا ايه هي دي الموست كومن، الهيموفيليا بي دي السكند موست كومن اللي بعدها. كويس قوي. الهيموفيليا ايه دي ايه سببها؟ ديفيشنسي فاكتور كام؟ خلي بالك من الحروف اللاتيني دي 8. امال الهيموفيليا بي ديفيشنسي فاكتور كام؟ 9. والاثنين كونجينيتال اوردر، واحد خلقة ربنا عنده مشكلة جينية مش بيصنع الفاكتور ده. كويس. يبقى هيموفيليا ايه نقص في فاكتور 8، هيموفيليا بي نقص في فاكتور 9. ماشي يا عم. طيب خلي بال حضرتك في نقطة مهمة جدا 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 لازم نفهمها دلوقتي. طبعا يعني هيبقى اجهاد عليا وعليك ان حضرتك تقعد تذاكر كل الكلوتنج باسواي او الكواجيليشن باسواي، ولكن هنقول كلمتين عنه عشان نفهم. دلوقتي الكواجيليشن باسواي او الكواجيليشن كاسكيد زي ما بيقولوا عليه، اللي هو التجلط. التجلط ده عبارة عن 2 باسواي، واحد اسمه intrinsic باسواي intrinsic، واحد اسمه extrinsic باسواي. كويس. سموا ده ليه انترنسك؟ لانه مش محتاج اي عوامل من بره البلاد فيسل، من بره البلاد. انترنسك يعني انترنسك تو ذا بلاد. اكسترنسك لانه بيحتاج حاجه اسمها تيشو فاكتور، والتيشو فاكتور ده موجود بس موجود في الجسم في التيشو مش موجود في البلاد. طب الانترنسك باسواي ده بيعتمد على انه فاكتورز؟ بيعتمد على فاكتور 8 و9 و11 و12. طب والاكسترنسك بيعتمد على فاكتور كام؟ 7 مينلي و3 اللي هو التيشو فاكتور. حلو. طالما الانترنسك ده بيعتمد على 8 و9 و11 و12، وده بيعتمد على 7 و3، يبقى دول 4 فاكتورز ودول 2 فاكتورز. يبقى ده هنستخدم له تحليل اسمه activated partial thromboplastin time. من غير ما ندخل في تفاصيله، ده عبارة عن تحليل بيشوف لما احنا نضيف حاجة اسمها activated thromboplastin، لما نضيفه بناخد وقت قد ايه على ما نكون جلطة. طب وهنا في الاكسترينسك حاجة اسمها بروثرومبين تايم، البروثرومبين بيعمل جلطه في خلال قد ايه. يبقى اذا بدون الدخول في تفاصيل، لان الاكسترينسك بيعتمد على 2 فاكتور 7 و3، اسم التحليل بتاعه بروثرومبين تايم مكون من حرفين. يبقى ده 2 و2 7 و3 الاكسترينسك فاكتور بروثرومبين تايم. طب الانترنسك فاكتور اكبر شويه 8 و9 و11 و12، اربع فاكتورز، يبقى اربعه ايه؟ اربع حروف. طب ده النورمال بتاعه كام؟ يبقى اقل من 45 ثانيه، ده النورمال بتاعه اقل من 15 ثانيه. تعال نرجع لهنا تاني. يبقى احنا اذا لما نيجي نبص على اللابوراتوري تيست هنلاقي الهيموفيليا ايه دي نقص في فاكتور 8، هيموفيليا بي نقص في فاكتور 9. يبقى اذا الاثنين هلاقي العيان ده عنده برولونجد بي تي تي، بي تي تي اللي هو الاي بي تي تي يعني اللي هو اي بي تي تي اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. هلاقي في الاثنين ليه؟ لان الاثنين دول شغالين على الانترنسك باسواي، ولان الانترنسك باسواي بيعتمد على التحليل اللي اسمه بي تي تي او اي بي تي تي. ففي الحالتين هلاقي التحليل ده مش مظبوط عند الهيموفيليا ايه والهيموفيليا بي. كلام كويس. طب ايه البري اوبرتيف انفستيجيشن في البليدنج ديس اوردرز؟ يعني عيان انا شاكك ان هو مثلا عنده جاي يعمل عمليه معايا، وبعدين بيقول لي والله يا دكتور بص انا ساعات كتير بيجي لي نزيف لوحده، ساعات الاقي اسناني بتنزف لوحدها، ساعات الاقي كذا ساعات الاقي كذا. واحده مثلا تشتكي ان هي بيجي لها المنسز جامده قوي، بيحصل لها نزيف جامد. يبقى عايزين نتاكد ان مفيش مشكله في البليدنج. يقول لك اول حاجه عندك بليدنج تايم، وتاني حاجه عندك البليتلت كاونت، تالت حاجه بروثرومبين تايم لسه قايل لحضرتك عليه، 4 بارشال او اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، واخيرا ان انت تقيس الكلوتنج فاكتورز على حده بقى. يعني ايه ميجر في الكلوتنج فاكتورز؟ يعني انا شكيت ان في عنده هيموفيليا، اسحب عينه من دمه واشوف فاكتور 8 نسبته قد ايه، اشوف فاكتور 9 نسبته قد ايه. اوكي. طب يعني ايه بليدنج تايم؟ دي فهمناها. طب يعني ايه بليدنج تايم؟ يعني انا بجيب العيان تمام واروح ايه عامل بالمشرط كده، عامل له جرح صغير،
واسيبه من غير ما اجي ناحيته خالص، اشوف العيان ده هيكون بليتلت بلاج، النزيف هيقف في خلال قد ايه، فبنسميه بالعربي زمن نزف. يبقى بليدنج تايم ده زمن نزف. طب بليدنج تايم ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البليتلتس، هل البليتلتس كويسه ولا لا. فلو البليدنج تايم نورمال، النورمال بتاعه من 2 ل 8، من دقيقتين ل 8 دقائق، يبقى العيان ده كده البليتلتس بتاعته تمام. يبقى البليدنج، ولكن طبعا ده اختبار قديم ومش مش بنستخدم قوي، مش اكيوريت قوي، او يعني مش مظبوط قوي. الحاجات اللي جايه ادق. يبقى البليدنج تايم ده اسمه زمن نزف. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البليتلتس. ايه فكرته؟ انت بتعور العيان وتشوف هيوقف النزيف، اسمه زمن نزف. النزيف هيقف في خلال قد ايه. كلام كويس. طب البليتلت كاونت، والله حضرتك ناخد عين الدم ونقيس الصفايح، فنشوف النورمال رينج من 150,000 ل 400,000. يبقى ده النورمال بتاع الصفايح. اقل من كده يبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا. طب لو اكتر من كده نسميها ثرومبوسايتوزس، يعني في زياده في عدد الصفائح. طب بروثرومبين تايم وبارشال ثرومبوبلاستين تايم لسه قايلينه. النورمال هنا من 11 ل 14 ثانيه، النورمال هنا من 25 ل 35 ثانيه. طيب البروثرومبين تايم بيقيس مين؟ الاكسترينسيك باسواي، اللي هم انهو فاكتورز؟ ها، انهو فاكتورز اللي هم فاكتورز 7 و3. طب البي تي تي بيقيس مين؟ الانترنسيك باسواي، اللي هم انهو فاكتورز؟ 8 و9، اللي هم بتوع الهيموفيليا، و11 و12. ما تنساش ما فيش 10. 10 ده في الحاجه اسمها الكومن باسواي. 8 و9 و11 و12. اخر جزء معانا، انا عارف ان انا طولت عليكم، اخر جزء معانا ان شاء الله هو ازاي تحضر العيان اللي عنده هيموفيليا للجراحه. ان شاء الله الجزء اللي جاي بسيط وهيبقى سهل ان شاء الله. هنتكلم على ازاي نحضر العيان زي ما قلنا. اولا بري اوبرتيف ايفالويشن. اولا ديتيلد هيستوري اكزامينيشن. طبعا لازم العيان ناخد منه هيستوري من اول ما هو ايه اللي بتحصل معاك نزيف، طب لما بتتخبط، طب لما اتعورت قبل كده ايه اللي حصل. لازم ناسس هو هيموفيليا ايه ولا بي عن طريق التحاليل. طبعا لازم نعرف السيفيريتي بتاعته. لا والله ممكن واحد يبقى عنده هيموفيليا ايه وكل سنتين ثلاثه يجي له انسيدنت بسيطه، واحد تاني عنده هيموفيليا ايه وكل يوم ينزف. يبقى اذا على حسب درجه السيفيريتي، هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير، على حسب الجينيتك بروبلم اللي عنده، او الجينيتك ابنورماليتي دي عنيفه ولا لا. ريفيو ذا بيشنت بليدنج هيستوري. هل لما عمل عمليات قبل كده حصل مشاكل؟ طب لما بيعمل حاجات في اسنانه بيحصل مشاكل؟ طب لما اتخبط قبل كده؟ يبقى براجع على الحاجات دي كلها. بايفالويت فور ذا بريسنس اوف انهبيتورز. الحته دي مهمه قوي. يعني ايه انهبيتورز فور كلوتنج؟ خلي بالك المرضى اللي عندهم هيموفيليا لما بيبدا مره واثنين وثلاثه ياخد كلوتنج فاكتورز، كل شويه يجي مثلا داخل عمليه يتعرض لاصابه، نديله فاكتور 8، نديله فاكتور 8، نديله فاكتور 8. لما جسمه بيشوف الفاكتور 8 كتير بيبدا جسمه يكون انتي بوديز اجينست الفاكتور 8 ده او الفاكتور 9 ده. يبقى الانهبيتورز دي يعني ايه؟ يعني هل جسم المريض ده كون انتي بوديز اجينست الفاكتورز اللي بتتنقل له من متبرعين. طب دي ايه قيمتها بالنسبه لي؟ دي ليها قيمه مهمه جدا. لو العيان عنده، وليه اختبار، لو العيان عنده انتي بوديز يبقى اذا العيان ده هو داخل يعمل عمليه، لو انا اديت له فاكتور 8 العيان مش هيخف، العيان النزيف مش هيقف، لان هو اول ما اديله فاكتور 8 الوايت بلاد سيلز او الانتي بوديز اللي عنده هتكسر فاكتور 8 ده. فلازم نديله حاجه اسمها ريكومبايننت، يعني حاجه معموله بالدي ان ايه، زي يعني حاجه هيومنايز معموله بالدي ان ايه. مش نديله نديله فاكتور 8 على طول مستخلص من دم حد تاني. يبقى اذا لازم ايفالويت بريزنس اوف كلمه انهبيتورز دي معناها هل عنده انتي بوديز للكلوتينج فاكتورز، هل عنده انتي بوديز بتنهبت الكلوتينج فاكتورز اللي ممكن تتنقل له. وطبعا ندوكيمنت الكوموربيديتيز، عنده سكر ضغط، هل ماشي على اي ادويه مثلا زي الانتي بليتس او الانتي كواجلانتس. طبعا حاجه يعني صعبه قوي ان عيان يبقى عنده هيموفيليا وبياخد ادويه للسيوله، يعني تبقى حاجه اكستريملي رير يعني. ولكن بري اوبرتيف لابوراتوري تيست، والله حضرتك لازم نعمل للعيان ده الاختبارات الاساسيه: بي تي، اكتيفيتد بي تي تي او اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم، والفايبرينوجين ليفلز. ليه مهم الفايبرينوجين؟ هو مين الفايبرينوجين ده؟ الفايبرينوجين ده اللي هو الماده البلازما بروتين اللي بيتحول بالثرومبين. انا عندي حاجه اسمها فايبرينوجين بيتحول بالثرومبين الى حاجه اسمها فايبرين اللي هو اللي بيعمل فايبرين كلوت. فالفايبرينوجين ليفلز ده ساعات يعني دايما العيانين بتوع الهيموفيليا تلاقي الفايبرينوجين عندهم قليل. فلو العيان عنده هيموفيليا وكمان الفايبرينوجين قليل كده ما يعملش جلطه خالص حتى لو ادينا له فاكتور 8. فلازم اتاكد ان الفايبرينوجين ليفلز او الفايبرينوجين عنده في الدم مظبوط. يبقى الفايبرينوجين ده بلازما بروتين اللي بيجي منه الفايبرين. سبيسيفيك فاكتور ليفلز لازم نشوف فاكتور 8 عشان هيموفيليا ايه، او فاكتور 9 عشان هيموفيليا بي زي ما قلنا، ونعمل له طبعا سي بي سي نشوف هو عنده انيميا ولا لا. طب النقطه اللي بعد كده طبعا كونسلتيشنز، لازم ناخد راي دكتور متخصص امراض دم هيماتولوجي عشان يقول لنا والله لا المريض ده لا ادوا له 5 اكياس دم، لا ادوا له 5 اكياس فاكتور 8، لا ادوا له مش عارف ايه.
لازم دكتور التخدير طبعا، لازم حد متخصص في نقل الدم ترانسفيوجن ميديسن سبيشالست. طيب الفاكتور ريبليسمنت ثيرابي، طبعا الهيماتولوجيست او المتخصص الدم ده هيقول لحضرتك والله احنا هنحسب النسبه اللي هو محتاجها او نسبه النقص اللي عنده عشان نديله. فهيموفيليا ايه اللي هي نقص فاكتور 8، الهدف بتاعي ان انا اوصل ان الليفلز بتاعت المريض تبقى من 80 ل 100%. وفي بي نفس الكلام 80 ل 100%، انا عايز ادخله العمليه قبل الجراحه يبقى مستوى الفاكتور عنده في جسمه من 80 ل 100% عشان ما يحصلش اي مشاكل. طب بديله الكلام ده امتى عشان ما يلحقش يتكسر؟ بديهوله من ساعه ساعتين قبل الجراحه، خلي بالك، بديله كونسنتريتد فاكتور 8 من ساعه ساعتين قبل الجراحه او 9 او تيفر يعني. طب المينتن يعني ايه مينتنس ثيرابي؟ يعني انا هديله اول جرعه قبل الجراحه، طب هيفضل مكمل امتى؟ لا ده انا هديله وهو في العمليه وهكمله بعد العمليه كمان عشان ما ينزفش في البوست اوبراتيف بيريود. يبقى ذا مينتين فاكتور ليفلز ثرو كونتينوس انفيوجن، بنديله مستمر، بنديله كميات مستمره، ريبيتد بولس دوزز انتر اوبراتيف وبوست اوبراتيف، بديله اثناء العمليه وبديله بعد العمليه عشان ما يحصلش اي نزيف. طب بفضل اديله بعد العمليه قد ايه؟ يعني سنه ولا قد ايه؟ لا، بنديله من 48 ل 72 ساعه لو ماينور سيرجري، جراحه بسيطه زي مثلا ايه، استئصال كيس دهني مش عارف إيه، حاجه بسيطه. طب لو عمليه كبيره مثلا زي مثلا عمليه مراره، عمليه زايد، عمليه كبيره، من 7 ل 14 يوم بوست اوبراتيف لازم يفضل ماشي على الفاكتور 8 او الفاكتور 9 وات. طيب الانتي فايبرينوليتيك ثيرابي، كلمه انتي فايبرينوليتيك ثيرابي يعني هي ادويه خلاص بتمنع تكسير الفايبرين. يعني انا دلوقتي كونت فايبرين، عملت جلط حلو، ربنا خالق في الجسم حاجه اسمها فايبرينوليتيك سيستم، فايبرينولايسيس او فايبرينوليتيك ده يعمل ايه؟ بيكسر الفايبرين اللي حاجه اسمها اف دي بي، فايبرين ديجراديشن برودكتس. يعني انت خلاص انا كونت جلطه، خلاص الجلطه دي قفلت مكان البليدنج، بكسرها بقى وخلاص مش عايزها تاني. طب الانتي فايبرينوليتيك ده دواء بيمنع تكسير، يحافظ على الجلطه، خليها قاعده شويه. طب ده بنعمله امتى؟ يقول لك بص، عيانين الهيموفيليا دول عندهم مشكله ان هم حتى لما بيكونوا الجلطه بتاعتهم بتبقى ضعيفه جدا وتتكسر بسرعه. فيفضل ان انت تديله انتي فايبرينوليتيك عشان يحافظ على الجلطه فتره اطول. يعني هو مثلا هو احنا شغالين في العمليه، في حته اتعورت فخلاص كون بسبب ان هو واخد فاكتور 8 كون جلطه كويس. لو هو ما خدش انتي فايبرينوليتيك، ايه اللي ممكن الجلطه دي تفك بدري وينزف تاني؟ اوكي. وبالتالي بنستخدمها كادجوفنت. يعني ايه ادجنكتيف او ادجوفنت؟ يعني حاجه مساعده، حاجه اضافيه، حاجه اسمها ترانكزاميك اسيد او امينو كابرويك اسيد تو ريديوس ميكوزال بليدنج خلاص ديورنج دينتال او اندي سيرجري. يعني خلي بالك دول دورهم مش في العمليات الكبيره، دورهم في العمليات الصغيره. تمام. ايه قيمتهم؟ ان هي بتخلي الجلطه ما تتكسرش بسرعه كويس كده. يبقى اذا دول وممكن يتاخدوا لوحدهم في العمليات الصغيره. يعني لو مش هعمل عمليه كبيره ادي بس انتي فايبرينوليتيك ثيرابي خلاص. طيب ايه الاكزامبلز عليهم؟ زي ما قلنا ترانكزاميك اسيد او امينو كابرويك اسيد تو ريديوس ميوكوزال بليدنج ديورنج دينتال اور ان تي سيرجري. ماشي، لو واحد يعمل حاجه بسيطه ان تي او دينتال كده فايه ما يحصلش منه. ولكن خلي بالك ان بي مهمه جدا جدا جدا. لو عيان هيموفيليا بي بالذات وعنده هيستوري اوف ثرومبو امبوليك ايفنت ما تدلوش دول. ليه بقى؟ اولا عيان هيموفيليا بي ده عنده نقص فين؟ نقص في فاكتور 9. يبقى هيموفيليا بي يعني نقص في فاكتور 9. بيقول لك وجدنا لما احنا العيان ده بنديله فاكتور 9 من بره، فاكتور 9 ده ليه اكزاجيريتد ريسبونس على الكواجيليشن. يعني فاكتور 9 ده لما بنديله من بره بيخلي العيان يجلط بزياده، يجلط زياده عن اللزوم. يعني مش بيجلط لما حته تتعور، لا بيعمل جلطات على طول. ففاكتور 9 ده ليه هايبر ريسبونس او ليه اكزاجيريتد كواجيليشن تريجر، يعني بيخلي الكواجيليشن يحصل بكميات كبيره. وبالتالي لو انا اديت العيان اللي عنده فاكتور 9 ده، اللي هو لو اديت العيان اللي عنده نقص في فاكتور 9 ده وبياخد فاكتور 9 بشكل مستمر، اديته كمان انتي فايبرينوليتي، اديته كمان دواء بيمنع تكسير الجلطه، والعيان ده عنده تاريخ مرضي ان كان قبل كده جاله جلطه في المخ ولا جلطه في القلب. طب ما لو العيان ده عنده كده وانا اديته فايبرينوليتيك ثيرابي وكمان بديله فاكتور 9، لا ده ممكن يجيله جلطه ويموت. يبقى اذا لما يبقى عندي عيان وعنده هيموفيليا بي، مش اي هيموفيليا، مش ايه، هيموفيليا بي، وكمان هذا العيان عنده تاريخ مرضي ان كان جاله جلطات قبل كده، اوعى تديله فايبرينوليتيك ثيرابي. ليه؟ عشان لو انت اديتها له ممكن يكون جلطه، هو اصلا عنده استعداد انه يكون جلطه ازيد من الطبيعي، وكمان مش هتتكسر بسبب الانتي فايبرينوليتيك. يبقى ايه استخدام الانتي فايبرينوليتيك؟ عيان هيموفيليا ايه مينلي، لو هيعمل حاجه بسيطه عشان اقلل الميوكوزال بليدنج زي الدنتال او الان تي سيرجري. اوكي كده.
طيب العيان ده عامل عمليه، هيحتاج مسكن. طب نديله نون ستيرويدال ولا نديله باراسيتامول او بنادول؟ لا، اديله كيتوفان او كيتولاك اللي هو الحاجات اللي لا، ما تديلوش نون ستيرويدال او اسبرين. ليه؟ لان دول بيأفكت البليتد فانكشن. الاثنين دول بيعملوا افكشن البليتد فانكشن. ما هو النون ستيرويدال هو الاسبرين، يعملوا افكشن البليتد فانكشن، وبالتالي هينزف. ما انا الراجل ده انا بلصمه. يبقى اذا اديله مين احسن؟ اديله بنادول او باراسيتامول احسن للبين. اخيرا عندنا البلاد برودكتس اللي عندنا، ان احنا ممكن نستخدم باكد ار بي سيز. يعني ايه باكد ار بي سيز؟ بجيب دم العيان واطلع منه اي حاجه تانية واديله الار بي سيز كونسنتريتد بريبير فور ترانسفيوجن اف سيجنيفيكانت. بجهز معايا وانا داخل العمليه، بجهز العيان ده 4 5 اكياس دم عشان لا قدر الله لو نزف لاي سبب اعوضه ما يموتش مني. تمام. طب ايه كمان؟ في حاجه اسمها كرايو بريسيبيتيت او فريش فروزن بلازما. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ فريش فروزن بلازما يعني انا بجيب العيان، بجيب دم العيان وافصل الوايت بلاد سيلز والبليتلتس والبتاع على جنب، واخد البلازما. طب ساعات بقى اخد البلازما افلتر منها حاجه اسمها كرايو بريسيبيتيت. لا، ده انا باخد من البلازما الكواجوليشن فاكتورز بس، اللي هي الكرايو بريسيبيتيت ده. يعني حاجه ده حاجه منقاه من البلازما، مركز فيها قوي البليتلت فاكتورز او بروتين فاكتورز. may be considered if factor concentrates are unavailable. يعني لو انا ما عنديش فاكتور 8 كده ايه صافي، يعني عندي فاكتور 8 بيور كده، لا انا ممكن ادي العيان بليتلتس، ادي العيان بلازما. فالبلازما دي فيها فاكتور 8 على 7 على 9، ولكن عشان لو انا مش عندي فاكتور 8. يبقى اذا عشان تبقى انت فاهم، انا عندي البلاد اهو. البلاد ده عباره عن حاجتين، بلازما وسيلز. السيلز دي اللي هي ايه؟ اللي هي وايت بلاد سيلز وار بي سيز وبليتلتس، صح؟ فانا العيان لما بيجي لي كيس دم حد متبرع بيه، باخد الار بي سيز لوحدها واعمل بيها باك ار بي سيز، عذرا، واخد البليتلتس لوحدها واعمل بيها صفايح، واخد البلازما. لو خدت البلازما كده على طول بسميها فريش فروزن بلازما. طب لو خدت البلازما واستخلصت، شلت منها الميه واستخلصت منها الكلوتينج فاكتورز، بنسميها كرايو بريسيبيتيت، لانها عامله بالكرايو بالتسقيع. كرايو بريسيبيتيت. يبقى كرايو بريسيبيتيت ده حاجه مستخلصه من الفريش فروزن بلازما. طيب ايه كمان ممكن نستخدمه؟ نستخدم حاجه اسمها ديزموبريسين. ديزموبريسين ده اللي هو الفازوبريسين، ده هرمون موجود في الجسم، فازوبريسين. اوكي، الفازوبريسين ده يعمل فازو كونستريكشن، فيمنع البليدنج، وكمان بيستيموليت الاندوجينس فاكتور 8. يعني بيخلي الاندوثيليوم، خلي بالك الاندوثيليوم بيبقى فيه ساعات فاكتور 8 ستورد، كويس. فهو بيستيموليت ان الاندوثيليوم يطلع الاندوجينس فاكتور 8. يبقى الديسموبريسين او الفازوبريسين اللي هو دي اي في بي ده may be used to boost endogenous factor 8 levels in mild hemophilia A. بدي لو واحد عنده هيموفيليا ايه درجه خفيفه كده، يعني دور ثانوي مش دور رئيسي قوي يعني. طيب السيرجيكال كونسيدريشنز طبعا، وانا في العمليه احاول على قد ما اقدر اقلل السيرجيكال تروما. تمام. استخدم ميتيكولاس سيرجيكال تكنيكس. يعني ما اعملش يعني وانا شغال احاول على قد ما اقدر يعني ما اعملش اي تدخلات زياده او اي جروح زياده، ابقى دقيق جدا عشان النعام ما ينزفش. اعمل جود هيموستاسيس، لازم اكوي اي حاجه بتنزف، اعملها الكتروكوتري. اعمل سوتشرنج، اخيط اي حاجه بتنزف. حاجه اسمها فايبرين سيلنس او فايبرين جلو. الفايبرين جلو ده ماده كده بنحطها بتعمل فايبرين على طول وتعمل تجلط على طول. يبقى بحاول على قد ما اقدر امنع ان يحصل بليدنج باي شكل من الاشكال. استخدم درينز ات ذا اند اوف ذا بروسيجر، احط درناه او كيس زي ما قلت لكم عليه في الاول. كيس ده عشان لو اي نزيف حصل تو مونيتور اند كنترول بليدنج. لو اي نزيف حصل واعرف من لونه واعرف من كميته هو ارتيريال ولا فينس ولا وات ايفر. طب البوست اوبراتيف مانجمنت، كونتينيو فاكتور ريبليسمنت ثيرابي زي ما قلنا until adequate wound healing is achieved. بفضل مكمل زي ما قلنا 48 ساعه ل 72 ساعه في الماينور، او لحد اسبوعين في الميجور. تمام. التارجت فاكتور 8 و9 50 ل 80% في اول اسبوع، 30 ل 50% في تاني اسبوع. زي ما قلنا من شويه هنا ان احنا عايزين نوصل ان احنا في الميجر سيرجري من 7 ل 14 يوم. طيب اول اسبوع اخلي التركيز بتاع الفاكتور قد ايه؟ من 50 ل 80%، وفي تاني اسبوع من 30 ل 50%. اوكي. وطبعا لازم اعمل مونيتورنج، هيماتوماز او اكسس بلين، لقيت مكان الجرح فيه تجمع دموي. لو انا شلت الدرنقه مثلا وبعدها لقيت تجمع دموي، لقيت فيه عيان بينزف، لقيت فيه ثرومبو امبوليك كومبليكيشن، لا ده العيان قلب بقى. ده يعني خد كميه فاكتور 8 وفاكتور 9 كتير، فابتدى يجي له جلطات. كويس. ثرومبو امبوليك كومبليكيشنز.
emergency backup keep adequate supplies available throughout the pre-operative period. لازم يبقى دايما مجهز clotting factor concentrates، مجهز fresh frozen plasma، مجهز platelet concentrate. تمام. الحمد لله احنا كده خلصنا اول سيشن. يعني انا عارف انها تقيله شويه وفيها تفاصيل كتير. اتمنى ان شاء الله شرحي يعجبكم، واي اسئله او اي حاجه حابين تتواصلوا ان شاء الله شرفونا بالتواصل، واشكركم.